السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي دفعة 2026. أهلا بيك يا معلم في يونت 2 ألا وهو الموشن. النهاردة بإذن الله يا معلم هنتعرف على الفيزياء اللي بجد، ألا وهو الجزء الأحب إلى قلبي. اللي فات ده كله هو فيزياء بس إحنا ما بنعترفش بيه، يعني إحنا كمهندسين ده مش فيزياء. الفيزياء بقى بتاعت النهارده إنك تمسك كالكوليتور، تحسب، تفهم، تعرف كل حاجة، تركز في كل حرف، كل حرف ليه معنى، كل معنى ليه طريقة حل، كل طريقة حل تطلع أنسر. وإحنا كناس مش سالكة هتلاقي كل الأنسرز موجودة في اللي تشوز. هي دي الفيزياء النهاردة. الفيزياء هتوريك وشها اللي بجد كلام تراه من قبل. فالنهاردة عايزك تستعد كده، ولو انت بتحب الفهم اقسم بدين الله هتستمتع بحصة النهارده. حصة النهارده انا وانت هنحط مع بعض بيز. استنى كده بس نظبط على الوش. ايوه عالمي. انا وانت هنحط بيز اقسم بالله لو انا فضلت عايش، وده الاجال بتاعت ربنا للسنه الجايه، ولو ما فضلتش عايش هتقول الله يرحمك انت حطيت جوايا بذر عرفت نتيجتها في ثالثه ثانوي. هنمسك الجراف النهارده الا وهو الجزء الاهم في الحصه اطلاقا، عشان حضرتك بتيجي في ثالثه ثانوي مش فاهم تتعامل ازاي مع الجراف. النهارده باذن الله يا معلم هيبقى اهم جزء في الحصه هنمسكه نفصصه. بتحب الفهم النهارده هتتكيف فرق، بتحب الحفظ هحفظك برضو بس يعني هتطلع عارف تعلم، ما عنديش مشكله. يعني انا الجزء الاصعب النهارده في الشرح عشان هخش في كميه تفاصيل مميته، هنخش في كميه تفاصيل مهمه قوي بيتسال عليها. بيتسال عليها. هديهم لك ورا بعض 1 2 3 4 5 6 7. نقعد نص ساعه هضمنا الدنيا نقعد نحل. هتلاقي الموضوع بقى في 2 كلام انت بتحل وانت سايب القلم، وهو ده الفيزيكس. فهمت الموضوع بقى لعبه، ما فهمتش خلاص. طب فهمت وما حلتش برضه مش هتعرف تعمل حاجه. يبقى هو الموضوع عندنا دايما ليه شقين، الا وهو الانتجريشن ويز ماث اللي خدناه في اول حصه، ان احنا هنفهم ونحل. ما تتكلم. قبل ما نبدا محتاج اتكلم معاك شويه كطالب في تانية ثانوي. هكلمك يعني عامه، مش عايز تسمع الكلام ده برضو جريه، دي حريه شخصيه، بس هقول لك نصيحه. اعتبرني اخوك الكبير يا عم، وانا والله لو ليا ابن او بنت ربنا يرزقنا يعني، والله العظيم اللي هقول له الكلمتين دول. هقول له وهقول لها حبوا نفسكم. شوف ان انت مش قليل، انت حاجه كبيره قوي. انت ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيك من روحه. انت مدرك انت حاجه كبيره قوي، انت حاجه قيمه قوي. لازم تحب نفسك وتتقبل نفسك، سواء شكلك عاجبك مش عاجبك، شخصيتك عاجبك مش عاجبك، لازم تحب نفسك. الناس مش هتحبك غير لو انت حبيت نفسك، غير وانت قبلت نفسك. مالكش دعوه باحمد عز. بص يا مستر عامر، يلا كل واحد ليه مميزات، انت اشتغل على مميزاتك دي هتبقى جامد قوي. يعني كل واحد ليه يعني في واحد بيعرف يتكلم، في واحد بيعرف يعمل حاجه بايده، في كل واحد ربنا وهبه موهبه اشتغل عليها هتبقى جامد قوي في الحته دي. مالكش دعوه بالباقي، مالكش دعوه انا شكلي عامل زي ما ده مش الريفرنس. انت لازم تحب نفسك زي ما انت عليه. ما تقولش بقى ليه ربنا مش بتاعتك ليه دي. ومش عايزين نخش في النقاش ده لان انت قبلت بده قبل كده، بس مش عايزين نخش في النقاش ده نقاش جدلي يطيل او يطال فيه الحديث، فمش عايزين نتكلم في الحته دي. وبرضه كلام لاولياء الامور، لو حد فيكم بيشوفنا حبوا ولادكم، قدموا لهم الحب. الدين عمره ما كان ان انت غلطت هضربك، غلطت هضربك، غلطت هضربك. عمره ما كان عنفوانيه. هو لين في اوقات بتبقى عنيف فيها اكيد بس الاصل اللين. يلا اللين يلا انا اسف يعني، بس هو الاصل اللين، انك تبقى لين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلازم نقدم لاولادنا اللين، الحب. انا عارف ان انتوا كده بتحبوهم وكل واحد ليه طريقه، بس لازم تقول لهم بحبك. ومش كلمه بس، لازم تحتويهم، لازم تقرب منهم. ابنك في فتره صعبه قوي، والله ابنك في فتره صعبه قوي، بيبتدي يكتشف الحياه، بيشوف حاجات عايز يجربها، فانت لازم تكون معاه في الحته دي. ممكن تحاول تخليه ما يجربهاش، ولو جربها انت بتحتوي الدنيا عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان تفهم بس، كان كل ما بنته بتيجي بيقوم وبيقبلها الا مره واحده بس وهو بيموت ما قدرش. فهي عرفت ان في حاجه. انت متخيل بيشوف عياله بيقوم بيحضنهم وبيقبلها ما بين عينيها، يعني بيبوس راسها.
ده حب. هي دي المشاعر اللي احنا لازم نديها لاولادنا، والمشاعر اللي اولادنا لازم تاخدها عشان يتربي ما عندوش نقص في المشاعر. فاول ما واحد يجي يقول لها انت حلوه خلاص هي سلمت، والعكس لو واحده جت قالت لواحد انت حلو خلاص هو سلم، وبينساقوا مع بعض وبيفتكر ان ده حب. هو المشكله ان انا عندي نقص في الاهتمام، نقص في الحب، نقص في المشاعر. فلما بيجي لي من اي طريقه ما بصدق وبمسك فيه وبتغاضى عن ان ده حلال ولا حرام، بتغاضى عن ان انا متربي على ده ولا مش متربي على ده. ما انا عندي نقص، انا ما ببيحش ده، بس بقول ايه السبب اللي بيحصل في ده. ليه السبب ان انت بتبقى خارج عند المدرسه تلاقي ولد وبنت قاعدين جنب بعض، العيال لسه صغيره قاعدين ماسكين ايد بعض، وتشوف مش عارف ايه قاعدين في العربيه ومش عارف تشوف ايه. ده كله والله العظيم وليد نقص في الحب والمشاعر. هي لو حاسه ان هي حلوه، وهي ان ابوها وامها شايفينها حلوه، وهي شايفه نفسها حلوه، هي مش مستنيه حاجه من حد، وهتشوف نفسها عزيزه قوي، هتشوف نفسها نظيفه قوي. مش ممكن تدني من قدرها ان هي تحط نفسها ان هي تكلم ولد، او ان هي تقابل ولد، او ان هي تنزل مع ولد. ده نتيجه ان اهلها ربوها على ان هي حاجه غاليه قوي. ما ينفعش نعمل ده. ونفس الكلام على نفس النقيض بنقول لاولادنا. الولاد مش اي حد يقول لك كلمه حلوه تحس ان ده حب، ومش اي حد يديك مشاعر تحس ان ده حب. وايا كان يا ابني والله العظيم انا عارف ان في دماغك دلوقتي شايف ان انت خلاص انتوا الاثنين يا دبلة الخطوبه وهنخلص ثالثه ثانوي هنتخطب يلا مش عارف ايه، بس والله ما ده الحب. ونصيحه من يا عم اعتبرني اب لابنه، والله العظيم اللي بيبدأ حرام بيخلص حرام. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، فلا تستبيح شيء. والله العظيم كما تدين تدان. وزي ما بحدثك أنا بحدث نفسي، وكلنا مش معصومين، بس لو انت ربنا ابتلاك بده توب وارجع لله سبحانه وتعالى، إن الله توابا غفور. فبالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك ايا كان اللي انت كنت بتعمله ارجع لربنا سبحانه وتعالى. اعرف ان ده حرام، واللي اوله حرام اخره حرام. ولو ربنا كاتبها لك او ربنا كاتبها لك كده كده كاتبهولك يعني هتاخده. مفيش حد بياخد حاجه عافيه عن ربنا، او مفيش حاجه بياخد حد، او مفيش حد بياخد حاجه مش مكتوبه له. فهي كده كده خلاص خلصت. لو مكتوبه لك في يوم من الايام والله العظيم هتبقى رزقك. وعلى النقيض لو مكتوب لك في يوم من الايام هيكون رزقك. حس ان انت غالي، ما تدنيش بنفسك، ما تدنيش بنفسك. انتوا والله العظيم يا ابني حاجه كبيره قوي. حبوا نفسكم، حب ابوك وامك. ابوك وامك يا ريت يقدموا لك العطاء والحنان والعاطفه اللي انت محتاجها. ولو ده مش موجود بالله عليك ما تدور عليها بره، الجأ لربنا هتلاقي حلولك كلها عند ربنا سبحانه وتعالى. فبالله عليك ده مهم قوي. واوعى تفتكر ان انت لما تمشي في ده دلوقتي انا قدام هيفضلوا معايا. مفيش حد هيفضل معاك لو انت بقيت فاشل عامه، والموضوع ده بيضيع وقت. والحرام لو دخل حياتك كلها بتبوظ، فهتلاقي نفسك قدام لا تملك شيء، وحتى اللي انت كنت فاكر انك بتحبها مش هتعرف تتجوزها. ليه؟ ما انا قلت لك اللي بيبدا حرام ولا بيخلص حرام. وربنا مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه. فسبحان الله وتعالى بالله عليك استقيم عشان ربنا يكرمك. كلمتين، ولما تكبر وتنضج بقول يا عم الله يرحمك ان ربنا افتكرنا ايه كان عنده حق. سم الله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا بينا يابا، سم الله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا رب ارزقنا الفهم. حصه النهارده حصه ممتعه قوي والله العظيم، الا وهي الموفمنت او الموشن. هسالك سؤال في غايه الاهميه. انت شايفني دلوقتي ثابت ولا بتحرك؟ هترد تقول لي يا مستر ثابت. اقول لك ليه؟ تقول لي عشان مش بتتحرك. ايوه انا عايز كلام علمي، اديني كلام علمي اجمع بيه. ليه انا عرفت منين ان انا ثابت؟ تقول لي عشان مش بتتحرك. اقول لك على فكره ممكن ابقى بتحرك وانت تشوفني ثابت. تقول لي يا عم الساحر هتعملها ازاي؟ اقول لك سهله يا حبيبي، لو احنا الاثنين اتحركنا مع بعض في نفس الدايركشن بنفس الماجنتيود، يعني احنا ماشيين مع بعض كده هتشوفني ثابت عادي. لكن حاليا انت عرفت منين ان انا ثابت ما بتحركش؟ جدع في علجه بقى. قال لي بص، هو الوقت بيعدي وانت في نفس مكانك، ما حصلش تشينج في البوزيشن. يا ابن اللعيبه ايه ده؟ ده انت خلصت الكلام كله، كل الكلام اتقال. يعني ده معناه ان الحركه، بص انا كده هتحرك ولا ثابت؟ اوه اتحركت. عرفت منين؟ عشان لما الوقت عدى البوزيشن بتاعي اتغير، يبقى الموشن هي اللي تشينج اللي بيحصل في البوزيشن.
في تايم انترفال بالنسبه ليك انت، مش انت ثابت، يبقى ريلاتيف لانذر بادي. يعني انا بتحرك دلوقتي ريلاتيف ليك وانت قاعد شايف ان البوزيشن بتاعي بيتغير والتايم بيعدي. هي دي الموشن، ان البوزيشن هيتغير والتايم بيعدي بالنسبه لحاجه تانية. ما هو لو احنا الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه بنفس الفيلوسيتي هتلاقيني ثابت ياض. يبقى ايه هو الديفينيشن بتاع الموشن؟ هو عباره عن التشينج اللي بيحصل في البوزيشن ريلاتيف للتايم بالنسبه لبني ادم تاني او بالنسبه لحاجه تانية. يبقى انا دلوقتي ثابت ولا بتحرك؟ ثابت. ليه؟ التايم بيعدي والبوزيشن ما اتغيرش بالنسبه ليك انت. انما دلوقتي انا ثابت ولا بتحرك؟ هترد وتقول لي بتتحرك. اقول لك ليه؟ تقول لي لان البوزيشن اتغير والتايم بيعدي بالنسبه لي. صح كده، عملنا اول ديفينيشن للموشن. طب بالله عليك بقى بص كده، احنا عندنا نوعين من انواع الموشن، حاجه اسمها ترانزيشنال موشن، حاجه اسمها بيريودك موشن. هسالك سؤال، لو انا عايز اتحرك من هنا اوصل لاخر البورد همشي كده، بص دي عندنا بقى بيسموها ترانزيشنال موشن، يعني حركه انتقاليه ليها بدايه ليها نهايه. بدات من هنا خلصت هنا. طب بص كده، بص ممكن اروح من هنا لهنا، ركز في دي بالله عليك، بص همشي كده. وصلت من هنا لهنا بس في ستريت لاين ولا في كيرف؟ في كيرف. يبقى حاليا انا عندي نوعين من انواع الترانزيشنال موشن. يعني ايه ترانزيشنال موشن؟ حركه ليها بدايه ليها نهايه. عندي كام نوع؟ اديله اثنين، يا اما في ستريت لاين يا اما في كيرف باث. يبقى بالله عليك لو انا بدات حركه من هنا اهو خلصت هنا، حلو، حركه ليها بدايه ليها نهايه، ترانزيشنال موشن، مات الكلام. طب السؤال اللي يجي هنا، عندي كام نوع من انواع الترانزيشنال موشن؟ اتنين، يا اما ستريت لاين يا اما اتحرك في كيرفد باث. يبقى بالله عليك الموشن في منها نوعين، يا اما ترانزيشنال الا وهي انتقاليه ليها نقطه بدايه ليها نقطه بدايه نهايه، في منها تو اوبشنز، يا اما اتحرك في ستريت لاين اديله يا اما كيرفد باث. ادي نوع او نوعين الترانزيشنال موشن. النوع الثاني بقى بص عليا كده، بص على راسي، ثابت ولا بتحرك؟ هترد وتقول لي بتحرك. هرد واسالك سؤال صعب قوي، فين البدايه فين النهايه؟ مش هتعرف. ليه مش هتعرف؟ لان الحركه دي عماله تريبيت اتسيلف في ايكوال تايم انترفال، عماله تكرر نفسها في فترات زمنيه متساويه، الا وهي البريودك موشن، الا وهي الحركه الدوريه. يبقى الحركه دي هل ليها بدايه ليها نهايه؟ استحاله. ليه؟ عشان انا عمال اعيد الحركه بتاعتي في ايكوال تايم انترفال. طب مين بيعمل نفس الحركه اللي انا بعملها دي؟ اوعى حد يقول لي بالله عليك يا اخي احمد حلمي في كده لما قال له ده نبيذ اوبروسي هيلسوعك. لا ولا ايه الحاجات العامه اللي بتشوفها. في واحد قال لك البندرم، والله العظيم البندرم او البندول بيفضل يعمل كده، اللي هو بيبقى متعلق في الساعه. طب ايه تاني؟ لو انت صايع شفت الوتر بتاع الجيتار؟ وتر الجيتار ده لا، اول ما تهزه لفوق يبتدي يتحرك 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 يتحرك، فهو عمال يتحرك على التو سايدز بتوع الريست بوزيشن. انا الريست بوزيشن في النص عمال اتحرك على التو سايدز بتاعته. نفس الكلام لو انا جبت سبرينج وقمت ضغطه وسبته هتلاقيه عمال يعمل كده، عمال يتحرك على التو سايدز للريست بوزيشن، او الريست بوزيشن ده اللي هو ايه بالعربي؟ مش عارف، يعني اللي هو موضع السكون. قشطه. يبقى حاليا الحركه اللي انا بعملها دي اسمها بيريودك موشن، حركه بتريبيت اتسيلف ايكوال تايم انترفال، ملهاش بدايه ملهاش نهايه. قشطه. وعمال اتحرك على جنبين من موضع السكون. طب بص على ايدي كده، بالله عليك يا اخي ثابته ولا بتتحرك؟ عالمي بتتحرك. فين البدايه فين النهايه؟ مش هتعرف. يبقى دي مش ترانزيشنال، دي بيريودك. بس خلي بالك انا عمال اعمل شكل ايه؟ شكل سيركل، فبنسميها سيركلر موشن. سريعا، عندي كام نوع من انواع الموشن؟ اتنين، يا اما ترانزيشنال ليها بدايه ليها نهايه، يا اما بيريودك بتريبيت اتسيلف في ايكوال تايم انترفال. الترانزيشنال في منها نوعين، يا اما في ستريت لاين اديله يا اما في كيرفد باث. البريودك في منها نوعين، يا اما فايبريشنال حركه اهتزازيه، يا اما سيركلر موشن حركه دائريه. طب مين بيعمل حركه دورانات دي؟ دي بقى اكزامبلز لا تنتهي. يعني ممكن اقول لك حركه ريشه المروحه، ممكن اقول لك عقرب الساعات الدقائق الثواني، كله يودي. لو دخلنا في الكيمستري في الاتوم، حركه الالكترونز في الانرجي ليفل حوالين النيوكليوس بتاعتك، صح؟ او حركه البلانيتس اراوند الصن، حركه الكواكب حوالين الشمس، او حركه القمر حوالين الارض. كل ده
ياكل معاك ويمشي وفل و100%، يبقى سريعا. انا عندي كام نوع من انواع الموفمنت او الموشن؟ 2، يا اما ترانزيشنال انتقاليه ليها بدايه ليها نهايه، يا اما بيريودك بتريبيت اتسيلف ملهاش بدايه ملهاش نهايه. الترانزيشنال عشان اتحرك من هنا لهنا عندي نوعين، يا اما ستريت لاين يا اما كيرفد باث. البريودك يا اما فايبريشنال يا اما سيركلر. ادي انواع الموشن بتاعت حضرتك يا معلم. الموضوع تافه، الموضوع جميل، ما فيهوش اي مشكله. بس خلي بالك بقى في تركايه هنا صايعه قوي 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 قوي. ايه هي؟ البريودك موشن عشان اقول ان هي حركه دوريه لازم تكرر نفسها، يعني لازم على الاقل تبقى عملت 1 كومبليت سايكل، يبقى عملت لفه كامله. قبل ما اعمل لفه كامله دي ما اسمهاش بريودك موشن. زي ايه؟ بص ابن اللعيبه هيديك حته دنيئه، يقول لك ايه بقى؟ ادينا القلم يا عم. فين القلم يابا؟ بص كده، الارض ايه والشمس ايه. الارض بتعمل لفه كامله في قد ايه؟ في 365 يوم وربع. عشان كده في كل 4 سنين بيبقى في سنه فيها شهر 2 29 يوم، ليها 365 يوم وربع او ربع او ربع. في الربع الرابع بتخلي يوم زياده زاد، فعشان كده بيبقى شهر 2 في سنه من 4 سنين بيبقى 29 يوم. مش دي المشكله. المشكله ان الارض عشان تعمل 1 كومبليت سايكل لازم يبقى عدى 365 يوم وربع، صح؟ طب لو انا جيت قلت لك في 3 شهور، يعني لو انا بادئ من هنا بعد 3 شهور، بالله عليك يا اخي هل هبقى عملت لفه كامله؟ لا. يبقى مثلا بقيت هنا. ابني رد عليا بقى بالله عليك، هل هنا عملت 1 كومبليت سايكل؟ لا. يبقى هل دي بيريودك؟ لا. اسالك سؤال، ليها بدايه ليها نهايه؟ يبقى ترانزيشنال. بس بالله عليك انا انتقلت من هنا لهنا في ستريت لاين ولا في كيرفد باث؟ كيرفد باث. يبقى ده بالنسبه لك ترانزيشنال كيرفد باث. يبقى اي بريودك موشن عشان اديها الصح واقول ان هي بريودك لازم على الاقل ابقى عملت 1 كومبليت سايكل عشان ما اعرفش فين البدايه فين النهايه. انما لو ما عملتش 1 كومبليت سايكل ما ينفعش اقول عليها بريودك. امال اقول عليها ايه؟ الاقي ليها بدايه الاقي ليها نهايه، يبقى ترانزيشنال. طب الحركه اللي انا شايفها قدامي دي في ستريت لاين ولا في كيرفد باث؟ والله في كيرفد باث، يبقى ترانزيشنال في كيرفد باث. الله اكبر، الله اكبر، عزة الله، الله اكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا سبحانه الله. لا 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 لا. يلا بينا يا معلم. الموشن هي عباره عن ايه؟ عباره عن تشينج في البوزيشن بتاع بادي ريلاتيف تو انذر وان، يعني هي تغير موضع جسم بالنسبه لجسم اخر، زي ما كنت انا بغير البوزيشن بتاعي بالنسبه للبوزيشن بتاع حضرتك وانت قاعد مفنيخ في البيت. طب الموشن دي في منها كام نوع؟ اديله ولا 2، يا اما ترانزيشنال يا اما بيريودك. الترانزيشنال انتقاليه ليها بدايه ليها نهايه، في منها كام نوع؟ ولا 2، يا اما ستريت لاين يا اما كيرفد. انما البريودك ملهاش بدايه ملهاش نهايه، بتريبيت اتسيلف في ايكوال تايم انترفال. في منها كام نوع؟ 2، يا اما فايبريشنال يا اما سيركلر. طب تعالى هنا بص لي كده على الحركه اللي قدامك دي. جيت هنا ولقيت قطره اهو، بص بص بص. اوه، ليه نقطه بدايه؟ ليه نقطه نهايه؟ يبقى ترانزيشنال. القطر بيتحرك فيه علامي ستريت لاين، يبقى دي ستريت لاين. طب بالله عليك لو انا جبت المدفع بتاع رمضان بيقوم ضارب ايه؟ طلقات كده، بص بص. ليها بدايه هتقع، ليها نهايه، يبقى ترانزيشنال. بتتحرك في ستريت لاين ولا في كيرفد باث؟ كيرفد باث، يبقى دي كيرفد باث. تعالى هنا بقى، لو جيت قلت لك ان انا عمال اعمل كده دي يبقى اسمها فايبريشنال، الا وهي زي حركه البندلوم. فين بدايته فين نهايته مش هتعرف، عمال اتحرك يمين وشمال around rest position، او لو جبت سبرينج وابتديت اضغط عليه. طب اللي بعده السيركلر موشن، الا وهي شبه حركه الارض حوالين الشمس، او هكذا بقى. قلنا حاجات كتير قوي. يلا بينا نحل، يلا بينا نحل. سم الله. اول حاجه لو جيت قلت لك حركه الالكترونز اراوند النيوكليوس، بالله عليك بتتحرك كده، هسالك سؤال، ليها بدايه ليها نهايه؟ لا، يبقى بريودك. بالله عليك هل بتفايبريت ولا بتعمل سيركلز؟ يبقى سيركلر موشن. اللي بعده قال لك يابا كان عندي بوكس بيتزحلق على انكلايند بلين، بالله عليك ليه بدايه؟ ليه نهايه؟ يبقى ترانزيشنال. يا رب تخش الجنه اكبر بخاطري. هل بتحرك في كيرف ولا في ستريت لاين؟ وعهد الله في ستريت لاين، يبقى دي في ستريت لاين.
اللي بعده قال لي حركه البلانيتس اراوند الصن، حركه الكواكب حوالين الشمس. هو عممها يبقى اكني بريبيت اتسيلف. يبقى بالله عليك هل حركه الكواكب حوالين الشمس ليها بدايه ليها نهايه؟ لا، يبقى دي بيريودك بتتحرك فايبريشنال ولا بتعمل سايكلز، يبقى سيركلر موشن. اللي بعده قال لي انا معلم حركه الريش بتاعه المروحه وهي بتلف هل ليها بدايه ليها نهايه؟ لا، يبقى بالنسبه لك يا معلم هل دي ترانزيشنال؟ لا، تبقى بيريودك. بالله عليك بتعمل سايكلز، يبقى دي سيركلر موشن. اللي بعده لو قال لي جبت مسدس ضربت طلقه، ابص كده ليه بدايه كمان شويه مليون في الميه هتقع، يبقى ليها نهايه، يبقى دي ترانزيشنال. بما يرضي الله الطلقه قدامك اهي بتتحرك في ستريت لاين، يبقى دي ستريت لاين. اجي هنا قال لي عندي ويت علقته في سبرينج، نزلته لتحت وسبته يتحرك. بالله عليك لما اتفرج ليها بدايه ليها نهايه؟ لا، يبقى دي ترانزيشنال ولا بيريودك. هل بتعمل سايكلز ولا بتتهز يبقى فايبريتنج موشن. اتفقنا. سمي الله بقى واتفرج نلعب مع بعض شويه في الاسئله. بيقول لي حركه المون في الباث بتاعه حوالين الارض يعني during whole night. خلي بالك القمر عشان يعمل لفه كامله بيبقى ليه حاجه اسمها شهر قمري. حلو كده يا معلم، اللي هو تقريبا بيبقى الشهر بتاعنا. فلما بص هل انا عملت 1 كومبليت سايكل؟ قال لك بالليل، يبقى ده معناه ان انا مثلا اتحركت من هنا لحد هنا بما يرضي الله. هل عملت 1 كومبليت سايكل؟ لا، يبقى مش بيريودك. ابص ليها بدايه ليها نهايه تبقى ترانزيشنال. في ستريت لاين ولا في كيرف؟ في كيرف، يبقى في كيرفد باث. اول حاجه قال لي بيريودك موشن، انا ما عدتش نفسي. تاني حاجه اوسيليتنج، ما عدتش نفسي. اللي بعده ترانزيشنال، هل بيتحرك في ستريت لاين؟ لا. طب ترانزيشنال في كيرفد باث؟ والله العظيم اديله الصح الجميل. اللي بعده امسح يابا. قال لي which of the following choices represent الترانزيشنال موشن. الترانزيشنال موشن حركه ليها بدايه حركه ليها نهايه. تعال نسمي الله كده. قال لي حركه السمبل بندلم during 10 complete oscillating. خلي بالك هو هنا حط لك السم في العسل. ليه؟ عارف لو ما كانش 1010 complete oscillating، لو قال لك في كوارتر سايكل يبقى انا ما عملتش لفه كامله، يبقى دي ما ينفعش تبقى بريودك، صح؟ انما لما يقول لك 10 لفات ده معناه ان انا عملت اكتر من لفه، فانا عملت ريبيت تو اتسيلف، فده معناه ان انا والله مش ترانزيشنال، ده بريودك الا وهو فايبريشن. لكن لو اقل من لفه هتبقى ترانزيشنال. طب اللي بعده يبقى دي كده غلط لان انا بتكلم على الترانزيشنال. بص لي على سي. قال لي حركه الارض حوالين الصن. انا وانت اتفقنا لو عملت لفه كامله يعني عدت سنه بريودك، قبل اللفه او قبل السنه تبقى ترانزيشنال في كيرفد باث. قال لي during 3 years، في 3 سنين، يبقى خلاص انا عدت اللفه 3 مرات ملهاش بدايه ملهاش نهايه. اللي بعده قال لي حركه القمر حوالين الاكس بتاعه في شهر قمري يبقى عملت 1 كومبليت سايكل، يبقى دي بيريودك. يبقى ده معناه ان ما ينفعش اختار دي، ما ينفعش اختار دي، مليون في الميه هتبقى بي. قال لي يابا الحركه بتاعت الشمس بتاعت حضرتك ديورنج قد ايه بقى؟ 4 اورز. بالله عليك يا اخي في الاربع ساعات دول هل انا عملت 1 كومبليت سايكل؟ لا. يبقى طالما ما عملتش لفه كامله يبقى ده معناه ان انا ليا بدايه ليا نهايه، يبقى انا استحاله اكون بيريودك، انا هكون ترانزيشنال، وانا وانت اتفقنا في كيرفد باث. فقال لي والله مين في دول ترانزيشنال؟ خلاص يبقى هي الحركه في 4 ساعات. اللي بعده وده بقى المهم مهم 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 من هنا لبكره. خلاص خلصنا اول جزء، الجزء التمهيدي. هنمهد حته هنا عشان نخش على التقيل منه بقى، الا وهو ايه؟ سمي الله كده. فاكر في اول حصه احنا قسمنا الفيزيكال كوانتيتي حاجتين، حاجه اسمها فاندامنتال، حاجه اسمها درايفد. قشطه. النهارده هنقسم تقسيمه جديده، حاجه اسمها سكيلر، حاجه اسمها فيكتور. خدت الكلام ده انت في ثالثه اعدادي، بس ركز كده عشان تفهم ايه الفرق ما بين السكيلر والفيكتور. لو انا قلت لك قول لي انا اتحركت 10 متر، سكت كده، انا قلت رقم واحد بس، حاجه واحده بس اللي هي ماجنتيود. انما ركز كده، لو قلت لك انا اتحركت 10 متر ناحيه اليمين، فانا قلت معلومتين. اول حاجه 10 متر ده الماجنتيود، ناحيه اليمين ده دايركشن. يبقى انا عندي نوعين من انواع الفيزيكال كوانتيتي الا وهي سكيلر وفيكتور. السكيلر عشان يبقى مفهوم بقول ماجنتيود بس، زي ايه؟ زي طولك، زي الماس بتاعتك. هو انت لما اجي اقول لك انت كام كيلو بقول لك انت كام كيلو يمين كام كيلو شمال؟ لا. يبقى بالله عليك اللي انا بقوله وما بقولش معاه دايركشن ده بيبقى اسمه سكيل.
قشطه قشطه. انما لما اجي اقول لك انا بتحرك ازاي، لو قلت لك اتحركت 10 متر وسكت يبقى ده بالنسبه لك سكيلر. لو قلت لك 10 متر ناحيه اليمين ده بالنسبه لك يبقى فيكتور، عشان قلت دايركشن وماجنتيود. يبقى انا اقدر اقسم الفيزيكال كوانتيتي حاجتين، يا اما سكيلر يا اما فيكتور، والكلام ده انت خدته قبل كده. السكيلر عشان يبقى مفهوم بقول ماجنتيود بس، الفيكتور عشان يبقى مفهوم بقول ماجنتيود ودايركشن. يبقى لو انا قلت لك اتحركت 10 متر وسكت ده يبقى ايه؟ ده يبقى سكيلر. طب لو اتحركت 10 متر ناحيه اليمين ده يبقى ايه؟ ده يبقى فيكتور. يبقى انا عندي نوعين من انواع الفيزيكال كوانتيتي، حاجه اسمها فيكتور عشان تبقى مفهومه محتاجه ماجنتيود ودايركشن، حاجه اسمها سكيلر عشان تبقى مفهومه محتاجه ايه وايه؟ محتاجه والله العظيم ماجنتيود ودايركشن. يبقى السكيلر ماجنتيود، اسف السكيلر ماجنتيود بس، الفيكتور ماجنتيود ودايركشن. طب يا مستر ما انت من شويه قلت لي انا اتحركت 10 متر وسكت، قلت لك ده سكيلر، اقول لك صح. قمت رادد بعدها قلت لي انا اتحركت 10 متر ناحيه اليمين، قلت لي ده فيكتور. ايه ده؟ يبقى انا عندي نوعين من انواع المسافات اللي انا بتحرك فيها. اقول لك انت ابن ناس ياض، حاجه اسمها ديستانس، حاجه اسمها ديسبيسمنت. بالله عليك لما اقول لك انا اتحركت 10 متر واسكت ده ماجنتيود بس يبقى ده سكيلر، الا وهي بنسميها ديستانس. طب بالله عليك لما اجي هنا واقول لك انا اتحركت 10 متر ناحيه النورث مثلا، يبقى انا قلت ماجنتيود وقلت دايركشن. يبقى حاليا انا عندي فيكتور بنسميها ديسبيسمنت. يبقى الحاجه اللي انا بتحركها في منها نوعين، في حاجه اسمها ديستانس، حاجه اسمها ديسبيسمنت. الديستانس هي عباره عن ايه؟ عباره عن سكيلر، بقول ماجنتيود بس. انما لو قلت لك ديسبيسمنت فيلزم لتعرفها حاجتين، الا وهي الماجنتيود والدايركشن. يبقى لو قلت لك انا ركبت العربيه مشيت 100 كيلو سكت يبقى ده سكيلر، يبقى ده ديستانس. انما لو قلت لك انا اتحركت 100 كيلو ناحيه الساوث يبقى انا قلت ماجنتيود ودايركشن، يبقى ده فيكتور، يبقى ده اسمه ديسبيسمنت. طب تعالى افكرك بقى، بص كده واشرح لك حاجه هنا للناس اللي بتحب تفهم هتستمتع. بص كده، لو انا قلت لك انا عايز اروح من بيتي للمدرسه، انت طيب طبعا كطالب بيتلكع، وصلت البيت صاحبك حلو كده، قول مثلا مشيت 3 متر، بعد كده خدت صاحبك اهو وقمتوا رايحين على المدرسه، مشيت مثلا 4 متر. فهاجي هنا واقول لك معلش قول لي الديستانس قد ايه؟ هترد وتقول لي الديستانس دي سكيل، يعني مشيت 3 ومشيت 4 يبقى الديستانس بتاعتي ب7 متر، الا وهي 3 و4. انما الديسبيسمنت انت بنعيم الجهل هتقول لي يا مستر قالوا لنا هي الشورتست ديستانس، صح؟ يبقى انا همشي من هنا لهنا على طول، اقول لك صح. بس هقول لك انا عايز افهمك، ما انا دور النهارده ان انا افهمك ليه عملت كده وليه سموها الشورتست ديستانس، ليه عملوا الكلام ده كله. تعال اقول لك. اول حاجه الديسبيسمنت هي فيكتور، الفيكتور ليه ماجنتيود ليه دايركشن. فلما اجي هنا لو قلت لك مثلا في 3 كده و4 كده، هسألك واقول لك كفيكتورز دول مش في نفس الدايركشن؟ اه في نفس الدايركشن. لو عايز اجيب الريزلتنت هعملهم بلس، يطلع الريزلتنت ب7. ركز في دي بالله عليك. طب لو قلت لك 3 كده و4 كده هتقول لي عالمي عكس بعض هعمل ماينس، اقول لك صح وتقول لي الريزلتنت مع الكبير. ما هو 3 كده 4 كده الريزلتنت هتبقى ب1 ومع الكبير عملت 4 ماينس 3 صح. طب خد دي هنا 3 لفوق و4 لفوق تبص تقول لي مع بعض، اقول لك صح، تقول لي الريزلتنت تبقى ب7 والفوق، اقول لك والله منطقي. طب بص دي لو قلت لك 3 لتحت و4 لفوق هترد وتقول لي دول عكس بعض، هعمل ماينس 4 ماينس 3 يطلع 1 وهسمع كلام ال4 هبقى لفوق. وهي كأن بلوك يعني بيتأثر بتو فورسز. حلو لحد دلوقتي انا ليه بعمل بلس وماينس؟ بص يا حبيبي، انا عشان اقدر اعمل بلس او ماينس لازم الاثنين يا في الاكس يا الاثنين في الواي. بص كده، ده في الاكس ده في الاكس قشطه، مع بعض اعمل بلس. ده في الاكس ده في الاكس يبقى من حق اعمل يا بلس يا ماينس، عكس بعض هعمل ماينس. ده في الواي وده كمان في الواي، مع بعض هعمل بلس. طب ده في الواي ده في الواي عكس بعض هعمل ماينس. انما التركايه الكبيره بقى لما يجي لي واحده كده في الاكس واحده كده في الواي ما ينفعش اعمل بلس او ماينس ما بين حاجه في الاكس حاجه في الواي. عارف ليه؟ لان الريزلتنت هنا لو انت فاهم ميكانكس تطلع في النص كده،
بعيدا عن هي اقرب لمين. يعني لو في حاجه شدتها يمين شدتها لفوق تتحرك في النص. طب انا لو عايز اجيب ده، ركز كده، ده اقدر انقله هنا يبقى هو اهو، وكأن الحته دي ب4. طب بالله عليك يا اخي انت طبعا عالمي، يعني لو عايز اجيب الحته دي، فاكر في المثلث يا بايثاغورس كنت بقول لك الهايبوتنس ده عباره عن سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2، والعيال اللي بتفهم يقول لي على طول يا مستر بتطلع 5. يبقى انا ليه خدت دي؟ لان انا شويه في الاكس شويه في الواي ما ينفعش اعمل بلس وماينس، الريزلتنت تطلع ما بينهم. عشان كده لو عايز اجيب ده يبقى سكوير روت 3 باور 2 4 باور 2 تطلع 5 متر. يبقى لما اجي ابص على الديسبيسمنت، وبالله عليك الكلام ده في غايه الاهميه ياض، هي عباره عن روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2 تطلع 5. ليه عملت كده؟ لان ده فيكتور ليه دايركشن. انا دلوقتي لو جيت ابص كده، واحد زقني كده واحد شدني لفوق، انا ولا هتحرك كده ولا هتحرك لفوق، هتحرك ما بينهم. طب لو الاثنين شدوني ناحيه كده الشمال، انا مش عارف دي بالنسبه لك شمال ولا يمين، هتحرك ناحيه الشمال. طب لو الاثنين ناحيه اليمين هتحرك ناحيه اليمين. طب لو واحد شمال واحد يمين، لو قد بعض هفضل ثابت. طب لو واحد اكبر هسمع كلام الكبير. طب لو واحد بيشدني لفوق هتحرك لفوق، واحد بيشدني لتحت هتحرك لتحت، واحد فوق واحد تحت. لو قد بعض يكنسلوا بعض فمش هتحرك. انما لو مش قد بعض هتحرك مع الكبير. انما لو واحد بيشدني كده واحد بيشدني لفوق، انا ولا هتحرك كده ولا كده، انا بتحرك ما بينهم. عشان كده كانوا بيحفظوها لك ويقولوا لك الديسبيسمنت هي الشورتست ديستانس. فهمش كده حبيبي، ده ريزوليوشن للفيكتور زي ما عملنا كده بالظبط. المهم دلوقتي انا عندي نوعين من انواع الحته اللي انا بتحركها، يا اما ديستانس يا اما ديسبيسمنت بما يرضي الله. الديستانس سكيلر ولا فيكتور سكيلر؟ عشان تبقى مفهومه بقول ماجنتيود بس. انما الديسبيسمنت هي سكيلر ولا فيكتور؟ فيكتور. عشان تبقى مفهومه بقول ماجنتيود بقول دايركشن. يبقى لو قلت 7 متر وسكت سكيلر ديستانس 7 متر ناحيه اليمين يبقى ديسبيسمنت فيكتور. طب اسالك سؤال بما يرضي الله، مين اكبر في الشكل اللي انا شايفه ده؟ الديستانس ولا الديسبيسمنت؟ بالمنطق اللي انا شايفه ده والله العظيم الديستانس اكبر من الديسبيسمنت. طب اسالك سؤال صعب قوي بقى، عيالي اللي هيردوا، امتى يبقوا قد بعض؟ بص المنطق بيقول لك لو البيت ده مش موجود، يعني انا خلاص قتلت صاحبي، حلو كده، فخلاص هتحرك كده، ما قداميش اوبشن تاني. كده انا بتحرك في ستريت لاين. يبقى الكيس الوحيده اللي تبقى فيها الديستانس قد الديسبيسمنت لو انا بتحرك في ستريت لاين. يبقى عامه دايما الديستانس بتكون اكبر من الديسبيسمنت. امتى بيكونوا قد بعض؟ لو انا بتحرك في ستريت لاين فما فيش ريزوليوشن، فالاثنين قد بعض يا معلم. طب حلو، ممكن ارجعك للحصه اللي فاتت. احنا كنا بنتكلم عن حاجه اسمها السرعه، كانت عباره عن دي على تي. الناس اللي ربنا رزقها عقل مش ذوي الهمم هيرد ويقول لي على طول بص يا مستر، انا دلوقتي خدت نوعين من انواع الدي دي، يا اما تبقى ديستانس يا اما تبقى ديسبيسمنت. فالمنطق اللي انا بفكر فيه هيبقى عندي نوعين من انواع السرعه، واحد فيهم سكيلر لو حطيت الديستانس، واحد فيهم فيكتور لو حطيت ديسبيسمنت. اقول له اقسم بالله انت عالمي. يظهر هنا نوعين. ايه النوعين دول؟ حاجه اسمها فيلوسيتي، حاجه اسمها سبيد. السبيد دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ديستانس اوفر التايم. طب ما الديستانس سكيلر يبقى السبيد سكيلر. حلو، طب تعالى كده الفيلوسيتي عباره عن ايه بقى؟ تعالى نكتبها هنا، هي عباره عن الديسبيسمنت اوفر التايم. طب ما الديسبيسمنت فيكتور تبقى الفيلوسيتي فيكتور. يبقى انا عندي نوعين من انواع السرعه دلوقتي، يا اما سبيد يا اما فيكتور. السبيد يا اما سبيد يا اما فيلوسيتي. السبيد سكيل عشان فيها ديستانس، انما الفيلوسيتي هي فيكتور عشان فيها ديسبيسمنت. قشطه قشطه، الموضوع تافه. طب بالله عليك اسالك سؤال بقى علن، مين اكبر؟ الفيلوسيتي ولا السبيد؟ اللي بيفهم هيقول لي السبيد. اقول له ليه؟ يقول لي ما هو السبيد فيها ديستانس، وانا وانت اتفقنا من شويه ان الديستانس اكبر من الديسبيسمنت. اقول له انت عالمي، يبقى اكيد السبيد اكبر من الفيلوسيتي. انما امتى يتساوى؟ يبقى لما الديستانس تبقى قد الديسبيسمنت. طب امتى الديستانس تبقى قد الديسبيسمنت؟ لما بتحرك في ستريت لاين. يبقى امتى الفيلوسيتي تبقى قد السبيد؟ لو انا بتحرك في ستريت لاين. يبقى عامه مراجعه سريعه على الكلام ده عشان نخش على الجزء اللي بعده. انا اقدر اقسم اي فيزيكال كوانتيتي تقسيمه جديده الا وهي يا سكيلر يا فيكتور. السكيلر ماجنتيود بس، الفيكتور ماجنتيود ودايركشن. اهم نوع هنتكلم عليه النهارده الا وهو الديستانس، دي سكيل.
حلو، يبقى ماجنتيود بس. انما الديسبيسمنت دي فيكتور، يبقى ماجنتيود ودايركشن. وانا وانت اتفقنا ان الديستانس دايما اكبر من الديسبيسمنت الا لو الاثنين بيتحركوا او انا بتحرك في ستريت لاين. طب بعد كده هيجي لي نوعين من انواع السرعه، يا اما فيلوسيتي يا اما سبيد. السبيد ديستانس على تايم يبقى سكيلر، انما الفيلوسيتي ديسبيسمنت على تايم تبقى فيكتور. ومين اكبر؟ السبيد اكبر من الفيلوسيتي عشان دي فيها ديستانس دي فيها ديسبيسمنت. متى يتساوى الفيلوسيتي بالسبيد؟ لو انا بتحرك في ستريت لاين. مات الكلام، مات الكلام يا معلم. الموضوع والله العظيم كلامي وهادي، والكلام ده انت خدته قبل كده. طيب ينفع اسالك سؤال؟ معلش انا اسف يعني، بس اعذرني، ركز كده في اللي اعمله. لو انا كنت هنا، دي بوينت ايه، اتحركت كده 2 متر، طلعت لفوق 2 متر، مشيت يمين مثلا 3 متر، نزلت لتحت 2 متر، مشيت يمين 2 متر، نزلت لتحت 7 متر، رجعت لهنا تاني 2 3 2، يعني دي كمان 7 متر. طب خلينا دي حاجة تانية، خليها مثلا 5 متر. قشطة. اجي هنا واطلب منك حاجتين، وبالله عليك يا اخي لا تركز. بص كده، لو طلبت منك الديستنس، الديستنس دي سكيلر ملهاش دعوة بالدايركشن. طب انا اتحركت كده 2 و2 4 و3 7 و2 9 و2 11 11 و5 16 16 و7 تطلع 23. طب بالله عليك لو طلبت منك displacement، هتقول لي هي الشورتست ديستانس، هتحرك من هنا لهنا. طب على طول الحته دي بكام؟ ب5. خلاص خلصت، يبقى الديسبيسمنت 5 متر. قشطه قشطه. طب بالله عليك استحلفك بالله يا اخي، هفهمك حاجه دلوقتي، انا كده خلاص خلصتها، وده اللي انا هحل بيه بعد كده. بس في حاجه مهمه قوي هنا. بص كده، انا الاثنين دي ناحيه اليمين، حلو، في 2 تانية لفوق، حلو. انا بقسم المشوار، ها كده بتكلم على ماجنتيود ودايركشن، يبقى انا بتكلم على فيكتور، يبقى بتكلم على الديسبيسمنت. طب في 3 يمين اهي، عايزين بس ايه، خليها اهي. طب بعد كده نزلت لتحت 2، حلو، بعد كده اتحركت يمين تاني 2، حلو، بعد كده نزلت لتحت 5، حلو، بعد كده اتحركت شمال 7. ركز كده بالله عليك، واللي بيفهم وبيحب الفهم هيستمتع باللي انا هقوله دلوقتي. بص كده، هتلاقي ال2 دي لفوق ال2 دي لتحت كنسلوا بعض، ما هو فيكتور. حلو، بعد كده هتبص هنا كده، هتلاقي 2 يمين 3 يمين 2 يمين وكأنها 7 يمين، هتكنسل ال7 الشمال دي، يتبقى لي 5 ولتحت. عارف عيل من عيالي اول ما يبص كده يقول لي يا مستر انت في حاجه غلط عملتها. اقول له ايه؟ يقول لي يا مستر انت قلت الديسبيسمنت دي فيكتور. اقول له صح. يقول لي انت ازاي قلت ماجنتيود بس؟ اقول له اقسم بالله انت ابن ناس، لازم اجي هنا واقول لك الدايركشن اهو. ما هو في الاخر خلاص ال5 طلعت لتحت. طب ما فيش حاجه عندنا اسمها لتحت، عندنا اسمها ايه بقى؟ في هنا نورث، في هنا ساوث، في هنا ويست، في هنا ايست، بنسميها ونيس. انت طبعا عارف النورث فين، الساوث فين، بتتلخبط دايما ما بين الويست والايست. يبقى ده معناه ان انا بتحرك لتحت كده، يبقى انا بتحرك ناحيه الساوث دايركشن. طب اسالك سؤال، عداد العربيه بيقيس فيلوسيتي ولا سبيد؟ سؤال عالمي ده. لو قلت فيلوسيتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، واحب اقول لك ان انا لو شفتك هقتلك وهيدخلوني الجنه. ليه؟ لان ربنا وهبك عقل تفكر فيه، قمت انت فاكسه، قمت بوم 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 طص طص طص، عملت ايه؟ تقول اي حاجه وخلاص. عداد العربيه بيطلع ماجنتيود ولا دايركشن بتاع السرعه؟ والله العظيم يا معلم بيطلع ماجنتيود بس، يبقى ده سكيلر، يبقى دي السبيد. انما لو معايا الجي بي اس فهو بيقول لك انت ماشي بسرعه كام في دايركشن ايه، يبقى ده ساعتها بيطلع فيلوسيتي. قشطه قشطه. الحته دي بس ايه بنفوق بيها ايه للكلام. طيب يلا بينا يابا، عايزين نمسح بقى يا عم. ادينا القلم الجميل، يلا بينا. الفيلوسيتي انا وانت اتفقنا واتكلمنا عليها كتير قوي ان هي كانت عباره عن ايه يا معلم؟ والله العظيم كانت عباره عن displacement على تايم.
حلو، لان انا بتكلم على الفيلوسيتي. طب في مثلث بنعمله كده، فاكر المثلث ده كنا بنحط فوق مين؟ الدي، هنا فيلوسيتي، هنا تايم. لو انا عايز الفيلوسيتي ديسبيسمنت على تايم، لو عايز التايم ديسبيسمنت على فيلوسيتي، لو عايز الديسبيسمنت فيلوسيتي في تايم. مات الكلام. طب ركز بقى في اللي احنا هنعمله دلوقتي ده. احنا عندنا في الفيزياء عشان نعمل ديفينيشن بيبقى عندنا حاجه حلوه قوي، اللي هي انا عارف ان الرقم ده بيبقى قد الرقم ده لما ده يبقى بكام؟ ب1. يبقى لو عايز اعمل ديفينيشن للفيلوسيتي، فيلوسيتي هقول ان هي قد الديستنس ولا الديسبيسمنت؟ والله قد الديسبيسمنت. يبقى هي الديسبيسمنت اللي بتحركها لما التايم يبقى 1 سكند. حلو. او لو انا عايز اعمل ديفينيشن للسبيد، ساعتها ابني يقول لي دي مش ديسبيسمنت تبقى ديستنس، يبقى السبيد هي الديستنس اللي بتحركها في تايم ايكوال 1 سكند. طب معلش احنا في حاجه عندنا رخمه قوي، اي حاجه على تايم بسميها ريت. يعني ايه ريت؟ يعني معدل. يعني الفيلوسيتي من حق اقول ان هو الريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت، هو معدل تغير الديسبيسمنت، هي دي الفيلوسيتي. اي حاجه على تايم بنسميها ريت. حلو قوي. فقال لي هنا كده ان هي الديسبيسمنت لو انا بتحرك في الثانيه الواحده، او هي الريت اوف تشينج بتاع الديسبيسمنت. واقدر اقول لك ان انا بشتغل متر بير سكند او كيلومتر بير اور او ايا كان بقى اللي انا هشتغل بيه، واحنا كده كده خدنا التحويلات يا معلم، فما عندناش مشكله فيها. طب تعالى هنا نطلع اليونتس. انا عارف ان الفيلوسيتي هي ديسبيسمنت على تايم، بما يرضي الله الديسبيسمنت دي هتعمل يا معلم ان هي بالمتر والتايم بالسكند. كده انا شغال في الاس اي يونتس او في الستاندرد انترناشونال يونتس او في المتريك سيستم. طب لو جيت هنا قلت لك بس انا عايز الجاوس سيستم او الفرنش سيستم، هتقول لي كانوا بيشتغلوا اللينس بالسنتيمتر والتايم بالسكند، اقول لك عالمي. بس لو جيت قلت لك بالبريتش سيستم، ابني يقول لي اللينس كنت بشتغله بالفوت والتايم بالسكند، يبقى دي كلها ايكويفالنت يونتس. حلو. طب اللي بعده ركز كده في اللي هقوله دلوقتي بالله عليك يا اخي، عايز اطلع الدايمنشنال فورمولا. ده كده ديستانس دي لينس يبقى اديها ال. طب والتي ده تايم اديها تي. لو عايز اطلع دي من تحت لفوق تطلع، بس لو الباور بوزيتيف يبقى نيجاتيف، يبقى ال تي باور نيجاتيف 1. ادي الدايمنشنال فورمولا بتاعت الفيلوسيتي او السبيد. حاليا خدت الفيلوسيتي، الدايمنشنال فورمولا بتاعتها خلاص بقت حفظ يا معلم. قبل ما ناخدها ما كانتش حفظ، طالما خدتها خلاص بقت حفظ. طيب من اكتر الحاجات اللي هتشوفها ان هو مثلا يجي يقول لك الفيلوسيتي 10 كيلومتر بير اور، انا عايز احولها لمتر بير سكند. اول حاجه عايز احول من كيلومتر لمتر. انا عارف ان تحويله الكيلو اهي والرقم ده فوق، الكيلو كانت 10 باور 3 وانا رايح للمين بالنسبه لي. طب من اور لسكند، خلي بالك انا كاتبها تحت صح. الساعه فيها كام دقيقه؟ 60. الدقيقه فيها كام ثانيه؟ 60. يبقى 10 باور 3 على 60 في 60 كده بقت متر بير سكند. الرقم ده لما تيجي تحسبه يطلع 5 على 18. يبقى ممكن اقول لك على طول لو عايز احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند هي 5 اوفر 18. ده من باب ان انت بتنجز، وفي كالكوليترز دلوقتي بتعملها على طول فما عندناش مشكله فيها. قشطه. يلا بقى نقعد نحل ونشوف الكلام ماشي على ايه. بسم الله. قال لي مش عارف ايه بيرن في ستريت باث. انا جمع ايه من الستريت باث دي؟ لازم ابقى عارف ان ساعتها الديستانس قد الديسبيسمنت، وده معناه ان السبيد قد الفيلوسيتي. قشطه. قال لي بيونيفورم فيلوسيتي يعني الفيلوسيتي ثابته. قال لي تو كفر ا ديستانس 20 متر، يبقى انا مشيت ديستانس او ديسبيسمنت 20 متر مش فارقه. قال لي الكلام ده حصل في قد ايه يابا؟ قال لي الكلام ده حصل في 4 ثواني، يبقى التايم بتاع حضرتك ب 4 سكند. قشطه. من التو جيفنز دول مليون في المية هيطلب مني يا فيلوسيتي يا سبيد والاثنين قد بعض. طب انا عالم عارف ان هي دي على تي تبقى 20 على 4 تطلع 5. بالله عليك اليونت متر بير سكند، يعني متر على سكند او متر دوت سكند باور نيجاتيف 1. اللي انا هعمله دلوقتي ده ما ينفعش انت تعمله. تعالى هنا كده هنشطب على دي خلاص اهي. ادي الاجابه اهي، ولا ما تعملش انت كده في الامتحان، انا بس اللي عامل كده. السؤال اللي بعد ده بعد اذنك وقف الفيديو اقرا السؤال وحل، وهثبت لك ان نعيم الجهل هيخليك تحلها صح، بس انت يا عيني ما فهمتش السؤال. اقرا السؤال كده.
ومخمخ فيه وافهم. يعني ادي لنفسك دي، انا هبعد لك خالص عن الشاشه اهو. اقرا السؤال. قريت السؤال؟ بص انت هتعمل ايه؟ انت هتمشي بعينك. ده انا بقول لك اللي انت عملته. قطر سبيد المستر لسه قايل 30 متر بير سكند اهي. قال لي 3 ثواني. المستر انا فاكر المثلث اهو، يعني ده مش مثلث بس مشيها لي يعني. الدي في تي قشطه، هو بالمنطق اداني في تي، هيطلب الديستنس. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى في تي. طب بالله عليك الفي بكام؟ ب 30. التي بكام؟ 3. تطلع 90 وتطلع 90 متر. هتقوم باصص كده. انا اراهنكم ان 95% منكم عمل اللي انا قلته ده او عمل اللي انا عملته ده بالملي. بوم طخ بوم طخ بوم طخ. ما هو يا عيني الواد مغيب عن ان دي لازم تشتغل. ربنا وهبك عقل، والا اين كنت عندما وزع الله عقولا؟ كنت فين يا حماده؟ للاسف نعيم الجهل هيخليك تحلها صح. بس اقرا السؤال كده. الراجل قال لك كان في بني ادم اهو، القطر عدى من قدام. حلو. قال لي بيتحرك بكونستنت سبيد 30 متر بير سكند. takes 3 seconds to completely pass in front of the person. then length الترين. هو عايز طول القطر، مش عايز distance او displacement. طب ليه هنا قلت ان طول القطر هو الديسبيسمنت او هو الديستنس؟ هو قال كلمه هنا هي دي اللي خلتني اعمل كده. عارف ايه هي؟ اقرا كده هتلاقي واحد يقول لي ايه؟ الترين موفينج. يعني ما القطر بيتحرك. ايه اللي خلاني اقول ان الديسبيسمنت او الديستنس قد اللينس؟ هيقول لي كونستنت سبيد، هيقول لي عدى ان فرونت اوف ذا بيرسون. حبيبي شفت الجمله دي كومبليتلي بقى. يعني لو انا واقف هنا، القطر جه هنا، بدأ، اول ما يخلص ايه اللي حصل؟ مش عدى كله قدامي. يبقى الحته اللي اتحركها بالصدفه طلعت قد طول القطر، لان هو كومبليتلي بقى عدى كله. فنتيجه لكده من حقي هنا اقول ان الديسبيسمنت قد طول القطر. عارف بقى انا هلعب معاك لعبه دنيئه بقى عشان نكتشف من الذي رزق بالعقل. اقول لك نص القطر عدى. بص انت تقوم راضي تقول لي ايه؟ تقول لي خلاص يبقى طوله 45 متر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هقتلك واقتل صاحبك واخش الجنه. اسالني قول لي ليه يا حبيبي؟ هو في الوقت ده عدى نص القطر، يبقى الديسبيسمنت اللي جبتها equivalent to half لينس القطر. يعني نص طول القطر ب 90، يبقى طول القطر ب 180. يعني لما اجي هنا، وده في الكويز باذن الله هنلاقيه، هقول لك القطر بدأ اهو، عدى نص طول القطر. ده معناه ان الديستنس دي اللي انت طلعتها ب 90 متر دي نص طول القطر. طب ما القطر ليه نص تاني يا حبيبي؟ يعني دي ايه؟ مفاجأة. يبقى اكيد في هنا 90، يبقى دي كلها 180. طب لو قلت لك عدى ربع طول القطر، يبقى ربع طول القطر بكام؟ ب 90. طب ما هو القطر كله على بعض 4/4، يبقى تعمل 90 في 4 تجيب طول القطر. يبقى هنا لازم تبقى فاهم معنى كل جمله. يعني كلمه completely بقى هي اللي سمحت لي ان انا اقول ان الديسبيسمنت قد اللينس. لو ما قالهاش ما اقدرش احل السؤال. عشان كده قلت لك الفيزياء محتاجه فهم، افهم هو عايز ايه. ده مش معناه ان مفيش مسائل هتيجي مباشره وهتحل، اكيد في ده، بس لازم وانا بقرا ابقى فاهم انا بعمل ايه. ادينا اللي بعده. بص بقى في اللي بعده الراجل جه هنا قال ايه؟ خلينا بس نمسح. قال يا معلم لو الديستانس بين الصن والارث اهي، دي المسافه ما بين الارض والشمس. يعني تعالى كده الشمس اهي، بص، لا حرام نحط عيني دي، والارض اهي، والارض بتتحرك في ايه؟ في سيركلر باث. قال لك ان الديستانس ما بينهم بكام؟ 1496 تايمز 10 باور 5 كيلومتر. يعني اداني الديستانس 1496 تايمز 10 باور 5 كيلومتر.
قال لي السبيد بتاعت اللايت في السبيس، يعني اداني سبيد بكام يابا؟ ب 3 تايمز 10 باور 5 كيلومتر بير سكند. يعني اداني هنا السبيد او الفي ب 3 تايمز 10 باور 5 كيلومتر بير سكند. بالمنطق انا فاكر المثلث، انا عاشق للمثلثات. اديله هنا دي في تي في دي تي. المهم ابص كده، اكيد عايز التايم. يعني بص قال لي انا عايز اعرف التايم ريكوايرد علشان الصن لايت توصل للارض، عايز اعرف التايم. بالمنطق لو عايز اجيب التايم من هنا يبقى دي على دي، يبقى الديستانس على السبيد، يبقى التايم هو عباره عن ديستانس اوفر السبيد. ابص كده بس بالله عليك، احول ولا ما احولش؟ دي كيلو ودي كيلو فما تحولش، هيروحوا مع بعض. طب الانسر تطلع بالايه؟ تطلع بالسكند. خلصت. تعالى كده، الديسبيسمنت كانت 1496 تايمز 10 باور 5 اوفر الفيلوسيتي كانت 3 تايمز 10 باور 5. ودي احسب لنا الكلام ده، يطلع 498.67 واليونت سكند. طب اسالك سؤال، انا دايما وانا بحب احل اقول لك التركات اللي هتقابلك. يعني وانا لو جيت هنا، ادينا لون تاني يا عم، ادينا الاسود، لقيت ان اللي تشوز بالمينت، انا خلاص خلصت السؤال ها، لقيت اللي تشوز بالمينت. بص كده، انا عارف ان الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60. يعني انا لو رايح من مينت لسكند هعمل تايمز 60. طب من سكند للمينت هعمل ديفايدد 60. يبقى اكني جيت هنا ولو عايز التايم بالمينت هاخد الرقم اللي طلع اللي هو 498.67 اوفر 60، كده طلعت بالمينت. طب لو لقيت اللي تشوز بالاور، ما هو خلي بالك الاور لسكند، انا الساعه فيها 60 دقيقه، الدقيقه فيها 60 ثانيه. طب من سكند الاور هعمل ديفايدد 60 في 60 ومحدش يقول لي 120. يبقى لو انا عايزها بالاور هاخد الرقم 498.67 اوفر 60 في 60، كده طلعت بالاور. طب 60 في 60 بكام؟ ب 3600. يعني احسبها بالكالكوليتر، يعني سيب دماغك هنا بالله عليك. يلا بينا. لا كده تاخد شايك وتروق شويه عشان نخش على الجزء التقيل. يلا بينا يا معلم، سم الله، جدد نيتك، ويلا بينا نخش على الجزء الاكثر متعه. يلا بينا بقى، يلا بينا. بص بقى يا معلم، لو انا قدامك دلوقتي، احنا اتفقنا ان الموشن هي ان انا بغير البوزيشن بتاعي ريلاتيف لحد تاني، واتفقنا ان في فيلوسيتي في سبيد. هنتكلم على الفيلوسيتي دلوقتي الا وهي الفيكتور بالنسبه لك، لان في ديسبيسمنت. ركز معايا كده، لو انا مشيت متر في ثانيه، ركز كده، المتر اللي بعده في ثانيه، المتر اللي بعده في ثانيه، كده كلام جميل. ده معناه ان انا كل ثانيه بمشي فيها متر، صح؟ ده معناه ان في ال2 متر مشيتهم في ثانيتين، وال3 متر مشيتهم في 3 ثواني. ده معناه ان الفيلوسيتي بتاعتي، ركز في اللي هقوله ده، بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ والله ثابته، ما انا كل متر بمشي في ثانيه، كل متر بمشي في ثانيه. فكك، ركز على حركتي انا، انت حاسسني بسرع ولا ببطأ ولا ثابت؟ بص، والله العظيم ثابت. دي بنسميها يونيفورم فيلوسيتي. يعني ايه يونيفورم فيلوسيتي؟ يعني الفيلوسيتي ثابته، يعني بمشي، بص دي ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال، ودي بنسميها كونستانت فيلوسيتي او يونيفورم فيلوسيتي، الا وهي ان انا بمشي ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال. ركز كده على اللي انا هعمله دلوقتي. انا مشيت اول خطوه في ثانيه، بص اللي بعدها، مشيت الخطوه اللي بعدها في ثانيتين. يا رب تخش الجنه اللي خدت بالك. هو انا سرعت ولا بطأت؟ لو بصيت على حركتي هتلاقيني بطأت. ليه؟ عشان مشيت اول متر في ثانيه، انما تاني متر مشيته في ثانيتين، ده معناه ان انا بطأت. يبقى دي نون يونيفورم فيلوسيتي. اشمعنى؟ عشان انا مشيت ايكوال ديسبيسمنت متر ومتر، بس في نون ايكوال تايم انترفال. يبقى انا عندي كام نوع من انواع الفيلوسيتي؟ 2، يا اما يونيفورم يا اما نون يونيفورم. اليونيفورم هي ان انا بمشي ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال، انما النون يونيفورم هي حاجه من 2، يا اما بمشي ايكوال ديسبيسمنت في نون ايكوال تايم انترفال، يا اما بمشي
في non equal displacement في equal time interval، يعني في اوقات زي بعض ما بمشيش نفس الديستنس، يا اما في ديستنس زي بعض ما بمشيش في نفس التايم. طب ركز كده في اللي انا هعمله دلوقتي. انا اديتك تيبل على جنب اهو، ودي اهم حته، فبالله عليك سيب اللي في ايدك وركز. هدي لك هنا تايم، هنا ديسبيسمنت، قشطه، عندي الزيرو كانت زيرو، بعد كده هنا كده 1 2 3 4، هنا 10 20 30 40 بما يرضي الله. ركز كده، انا في اول ثانيه بالله عليك يا اخي لا تكبر بخاطري مشيت كام متر؟ مشيت 10 متر. ركز في السؤال ده. في تاني ثانيه مشيت كام متر؟ مشيت 10 متر، ما كنت بادئ عند ال10 خلصت عند ال20. طب في ثالث ثانيه مشيت 10 متر. طب في رابع ثانيه مشيت 10 متر. ده معناه ان بالمنطق الفيلوسيتي بتاعتي ثابته، بمشي 10 متر في الثانيه. يعني في equal time interval الا وهي ال1 سكند بمشي equal displacement الا وهي ال 10 متر. يبقى اللي انا شايفه ده الفيلوسيتي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ واحده الله ثابته، يبقى دي يونيفورم فيلوسيتي. طب اسالك سؤال بقى، بعد ثانيتين مشيت 20، طب ما 20 على الاثنين تديك 10 برضه. بعد 3 ثواني مشيت 30، صح كده؟ صح. ركز بقى بالله عليك في اللي هنعمله دلوقتي، ده معناه ان الفيلوسيتي 10 متر بير سكند. طب تعالى لو انا عايز ارسم جراف هنا، والجراف ده هو الاهم وعهد الله في حصه النهارده. الجراف ده هرسمه ما بين الديسبيسمنت والتايم. بس اسمح لي اسالك واقول لك معلش، عند تايم ايكوال 0 الديسبيسمنت كانت بزيرو. طب عند تايم ايكوال 1 كانت الديسبيسمنت ب 10. طب عند تايم ايكوال 2 كانت الديسبيسمنت ب 20. طب عند تايم ايكوال 3 كانت الديسبيسمنت 30. لو جيت ارسم، بص تلاقي الجراف بتاع حضرتك عامل كده. ادي الشكل بتاعك. تعالى كده نرسمه بنظافه. قشطه. انا محتاجك تاخد بالك بقى من شويه حاجات يعني، الا وهي ايه؟ في حاجه اسمها سلوب. السلوب ده دايما بحسبه مرتين، مره كفيزيكس مره تانية كماثيماتكس. اول حاجه لازم تبقى عارفها، السلوب هو الميل، هي الانجل ما بين الستريت لاين والاكس اكسس اهي. بالله عليك يا اخي لا تكبر بخاطري، الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ لو انت صح هتقولي ثابته، مستر الانجل ثابته اهي. هل بتتغير؟ لا. امتى هتتغير؟ لو انا جيت هنا مثلا وعملت كده، كمان شويه قمت عامل كده، كمان شويه قمت عامل كده، لما ابص هنا الانجل هنا غير الانجل هنا غير الانجل هنا، كده معناه ان الانجل بتتغير. انما في الشكل اللي انا شايفه ده طول ما انا ماشي هل الانجل بتتغير؟ والله العظيم ما بتتغير، يبقى الانجل ثابته. طيب انا وانت اتفقنا ان انا دلوقتي بحسب الاسلوب مرتين، مره كفيزيكس مره ثانيه كماثيماتكس. في الفيزيكس انا ما بعتمدش ارقام، مش شايف ارقام، انا ببص على الفيزيكال كوانتيتي، دي ديسبيسمنت دي تايم. فاكر الاسلوب اكس على واي ولا واي على اكس؟ يا رب تخش الجنه، كان واي على اكس. ابص كده عندي فيزيكال كوانتيتي مين على الواي اكسس؟ ديسبيسمنت. عندي فيزيكال كوانتيتي مين على الاكس اكسس؟ تايم. طب ما الديسبيسمنت على التايم دي الفيلوسيتي، يبقى انا جمعت ان السلوب كفيزيكس بيعبر عن الفيلوسيتي. طب سؤال بقى لذوي الهمم، الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ انا وانت اتفقنا ان هي ثابته. حلو، ده معناه ان السلوب ثابت. طب طالما السلوب ثابت، مش يا مستر السلوب هنا كفيزيكس بيعبر عن الفيلوسيتي؟ اقول له اه. يقول لي يبقى اكيد الفيلوسيتي هنا ثابته. طب ما ده كلام منطقي. طب كماثيماتكس هو y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1. خد اي نقطتين، بس هنا الدنيا كانت رايقه لايه؟ لان اول نقطه 0 0، فلما اجي هنا 10 ماينس 0 1 ماينس 0، يبقى 10 ماينس 0 على 1 ماينس 0 تطلع بكام دي يابا؟ تطلع ب 10. يبقى ده معناه ان الفيلوسيتي هنا ب 10 متر بير سكند اهي. وده اللي انا مجمعه. طب معلش، هو انا لو جيت احسب عند النقطه دي 10 على 1 صح، طب عند النقطه دي 20 على 2 صح، طب عند النقطه دي 30 على 3، يبقى ده معناه ان الفيلوسيتي ثابته. تاني، يبقى انا اي جراف بحسب الاسلوب كام مره؟
مرتين، مره كفيزيكس مره ثانيه كماثيماتكس. كفيزيكس ما بعتمدش ارقام، انا بخش على الفيزيكال كوانتيتي اللي على الواي اكسس واللي على الاكس اكسس. انما كماثيماتكس انا ماليش دعوه بفيزيكال كوانتيتي، خلاص انا بخش تارجت ارقام، خلصت الدنيا. طب ما الاسلوب كفيزيكس هو الاسلوب كماثيماتكس. طب انت عارف ان الاسلوب ايكوال تان سيتا؟ هقول لك ليه الاسلوب ايكوال تان سيتا. بص كده، لو انا عندي المثلث ده فانا عارف ان ده الواي اكسس ده الاكس اكسس، دي حاجات مسلم بيها يعني. طيب انت عارف ان اللي قدام الانجل ده بنسميه اوبوزيت، واللي جنب الانجل ادجيسنت. طب وده هايبوتنس، جدع ياض. فاكر تان سيتا بقى عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اوبوزيت على ادجيسنت. حلو، الاوبوزيت ده اسمه ايه؟ اسمه واي. طب والادجيسنت اسمه اكس. طب معلش يا مستر، ما هو واي على اكس ده الاسلوب، عشان كده من حقي اقول ان الاسلوب ايكوال تان سيتا. بس انا ابص هنا معايا انجلز ولا ارقام؟ والله ارقام، فخلاص اقدر احسبه من الارقام. طب لو اداك انجل هيبقى تان سيتا. ادي الاسلوب. يبقى انا في اول جزئيه هنا خدت بالي ان الفيلوسيتي بتاعتي ثابته. ليه؟ هنا 10 متر بير سكند، 10 متر بير سكند، 10 متر بير سكند. في اول ثانيه مشيت 10. طب في ثاني ثانيه مشيت 10. في ثالث ثانيه مشيت 10. في اول ثانيتين مشيت 20. في اول 3 ثواني مشيت 30. خد دي بقى. وما انا جيت هنا قلت لك معلش ارسم لي جراف بقى ما بين الفيلوسيتي والتايم. ايه ده محمد رمضان ده. ابص بقى، واحد فيكم هيسال يقول لي يا مستر هو انت ليه رسمت حته تحت؟ كمان شويه هقول لك ان ممكن تبقى بالنيجاتيف وهوريها لك. تعال نسمي الله كده ونبص. عند اول ثانيه كانت الفيلوسيتي بكام؟ اللي بيفهم هيقول لي ب 10. طب عند الثانيه الثانيه كانت ب 10. طب عند الثانيه الثالثه كانت ب 10. ما هو الاكس اكسس عليه تايم، الواي اكسس عليه فيلوسيتي، يبقى هي ثابته ب 10. تلاقي شكل الفيلوسيتي عامل كده. نمسح بس. يبقى في اول 3 ثواني ادي شكل الفيلوسيتي. ليه بقى يعني بقفل ده كده عشان لسه الجراف ما خلصش. ادي شكل الفيلوسيتي، مالها يابا؟ مش الفيلوسيتي يونيفورم؟ انا وانت اتفقنا ان هي ثابته. يبقى طالما الانجل ثابت السلوب ثابت والسلوب بيعبر عن الفيلوسيتي، يبقى الفيلوسيتي ثابته، يترسم ستريت لاين. يبقى اي دايركت ريليشن او اي حاجه السلوب بتاعها ثابت تترسم كونستنت كده. الفيلوسيتي ثابته بكام؟ ب 10. ركز في اللي هعمله دلوقتي. ده معناه ان انا مشيت اول ثانيه في قد ايه؟ 10 متر. الثانيه اللي بعدها مشيت 10 جداد. الثانيه اللي بعدها مشيت 10 جداد. طب ركز كده في اللي هعمله دلوقتي، وبالله عليك يا اخي لا تركز. بص دي الاسود معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ بالله عليك لا تبص كده في اللي انا هقوله دلوقتي. ادي سيتا 2، وبص هنا كده هقول لك دي 4، هقول لك هنا 50. هسألك سؤال وبما يرضي الله لا تركز. ادي 1 ادي 2، ركز كده. طول ما انا ماشي في 1 من هنا لهنا بالله عليك لا تكبر بخاطري، الانجل بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ ابني يقول لي والله ثابته. ما هو من هنا لهنا الانجل ثابته، يبقى الفيلوسيتي ثابته. ركز في دي. طول ما انا ماشي في 2، انا عارف ان انت عايز تقول ان هي هتزيد بس خليها شويه، خليك تقولها. طول ما انا ماشي في 2 من هنا لهنا مش الانجل ثابته؟ يبقى الفيلوسيتي هنا كمان ثابته، صح؟ طب من 1 ل 2 بقى هي دي اللي انت عايز تقولها. من 1 ل 2 ايه اللي حصل للانجل؟ زادت، يبقى السلوب زاد. طب السلوب بيعبر عن الفيلوسيتي، يبقى الفيلوسيتي زادت. والمنطق بيقول لك هنا مشيت في الثانيه 10 متر، في الثانيه 10، في الثانيه 10، اقفش دي. في الثانيه دي انا من 30 بقت 50، يبقى في الثانيه دي انا مشيت 20 متر، يبقى الفيلوسيتي كانت ثابته ب 10 متر بير سكند، هنا بقت 20 متر بير سكند، يبقى الفيلوسيتي زادت. بس خلي بالك طول ما انا ماشي في 1 السلوب ثابت الانجل ثابته الفيلوسيتي ثابته. طول ما انا ماشي في 2 الانجل ثابته السلوب ثابت يبقى الفيلوسيتي ثابته. انما من 1 ل 2 الانجل زادت يبقى السلوب زاد يبقى الفيلوسيتي زادت. وانا مجمع ان انا طول ما انا ماشي في اول 3 ثواني السرعه ثابته. طب في الثانيه من الثالثه للرابعه انا شايفها ثابته، بس من قبل كده لبعد كده الفيلوسيتي بتاعتي اتغيرت. طب بالله عليك قبل ما نخش في الحته دي، ساعات بيجي هنا وركز كده في اللي هقوله لك، هيلعب معاك لعبه دنيئه الا وهي تعرف ترسم الحته اللي جايه دي. بص كده، انا عايز اعرف الفيلوسيتي هنا بكام. ممكن احسبها بالسلوب y2 او x2 minus x1 ب1. y2 minus y1 يعني 50 minus
30 تطلع 20، او بالمنطق انا في الثانيه دي مشيت 20 متر، يعني الفيلوسيتي هنا بقت ب 20. يعني اجي هنا وبالله عليك شوف بقى هنطبق دي في دي ازاي. خلي بالك الموضوع ده تقيل قوي، عشان كده باخده واحده واحده. ايه اللي حصل؟ انا عارف ان هنا ثابته. طب في الثانيه دي هي ثابته ب 20 اهي، يعني لو كملت هنا تلاقيني كاتب لك 20 اهي. طب من هنا لهنا ما هي زادت، يبقى ايه اللي حصل؟ انا في اول 3 ثواني ثابت ب 10 متر بير سكند، من الثانيه الثالثه للرابعه انا زدت وصلت لحد 20 متر بير سكند. طب ركز كده، هيقوم عامل ايه بقى؟ عايزين لون تاني، ادينا اللون ده. ساعتها هيديك الجراف ده بس ما بين الفيلوسيتي والتايم، ويقول لك انا عايز اعرف الديسبيسمنت. طب اعمل ايه؟ انا دايما بفكر في اي جراف بالسلوب. اجي هنا وافكر السلوب، انا خلاص مش مديك الجراف اللي فوق. السلوب انا هتكلم على الجزء ده بس. السلوب واي على اكس. طب عندي مين على الواي اكسس كفيزيكس؟ فيلوسيتي. على الاكس اكسس تايم. هل الفيلوسيتي على التايم تديك ديستانس؟ لا، لان المثلث اللي احنا كنا عاملينه اهو هنا كده دي في تي. لو عايز الديسبيسمنت هي فيلوسيتي في تايم. طب هنا فيلوسيتي على تايم، يبقى اللي انا عايزه مش هيطلع من السلوب. تسمع مني، لو اللي انت عايزه ما طلعش من السلوب احسب الاريا اللي تحت الجراف. ليه بقى بحسب الاريا اللي تحت الجراف؟ ركز كده في الجزئيه دي. الحته دي كده اكس ولا واي؟ دي الاكس. طب الحته دي كده دي الواي، صح؟ طب معلش لما اجي ابص، لو عايز احسب الاريا دي مش هتبقى الاكس في الواي؟ يبقى لو انا عايز اجيب الاريا دي هقول والله الاريا هي الاكس في الواي. طب يا رب تخش الجنه، الاكس اكسس عليها تايم، الواي اكسس هنا عليها فيلوسيتي. طب التايم في الفيلوسيتي ما ده الديسبيسمنت، يبقى لو انا قدرت احسب الاريا اللي تحت الجراف يبقى انا جبت الديسبيسمنت. طب تيجي نحسب الاريا دي كده، وبالله عليك لا تركز، بص كده من هنا لهنا الحته دي بكام؟ ما هي دي اريا ريكتانجل يعني لينس في ويتس، الحته دي ب 3. طب والويتس ب 10، 3 تايمز 10 تطلع 30، يعني الديسبيسمنت ب 30. اطلع فوق كده. بعد 3 ثواني انا مشيت قد ايه؟ مشيت 30. طب تيجي نجيب الاريا اللي هنا، الحته دي بكام؟ ب 1. طب ودي ب 20، يبقى 1 في 20 تطلع ان الديسبيسمنت دي ب 20 متر. طب ما هو والله من هنا مشيت 20. طب الاريا توتال هتبقى 30 و20 تديك ال 50 تاني. يبقى دايما اللي انا عايزه بيطلع من السلوب، ما طلعش من السلوب اسمع كلام ابوك، روح احسب الاريا اللي تحت الجراف. قشطه قشطه. نعيد تاني الجزئيه دي بالله عليك. في اول 3 ثواني السلوب بيزيد بيقل ثابت، هتقول لي الانجل ثابته يبقى السلوب ثابت يبقى الفيلوسيتي ثابته، صح؟ طب من الثانيه الثالثه للرابعه الانجل ثابته، صفر، يبقى ساعتها السلوب ثابت، صح؟ يبقى الفيلوسيتي ثابته. انما من 1 ل 2 ايه اللي حصل للانجل؟ زادت، يبقى السلوب زاد، يبقى الفيلوسيتي زادت. في اول 3 ثواني انا ماشي ب 10 متر بير سكند، جيت في الثانيه دي قمت مسرع مشيت 20 متر بير سكند، فالفيلوسيتي ثابته ب 10، طلعت مره واحده في الثانيه دي ومشيت ب 20 متر في الثانيه. طب لو اداني الجراف ما بين الفيلوسيتي والتايم، انا عمال اقول لك افكار كتير قوي، يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هتلاقيه في كل الافكار اللي هتقابلك في المسائل بالذات في حته الجراف، ان هو ساعات هيديك ده بس مش هيديك اللي فوق، ويقول لك انا عايز الديسبيسمنت. انا دايما بشك في السلوب، روح بص على السلوب كفيزيكس، اداك اللي انت عايزه امان، ما ادالكش اللي انت عايزه، اللي انت عايزه هيطلع من الاريا اللي تحت الجراف. قشطه قشطه. ركز بقى في التركه دي. وما انا جيت هنا وقمت عامل كده، اوه بوم 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 بوم. ايه ده؟ بص كده، انا كنت ماشي 50 من الثانيه الرابعه للخامسه، توتال اللي مشيته 50، صح؟ طب من الخامسه للسته توتال اللي مشيته 50، يعني هل انا ال 50 دي جديده ولا كنت ماشيها؟ كنت ماشيها. يبقى ده معناه، ركز كده اللي حصل في اول 3 ثواني، بص في اول ثانيه مشيت متر، في الثانيه اللي بعدها متر، في الثانيه في اول ثانيه انا اسف اول ثانيه 10 متر، في الثانيه اللي بعدها 10 متر، في اللي بعدها 10 متر، في اللي بعدها قمت ماشي 20 متر، كده توتالي 50 وواقف. في الثانيه اللي بعدها 50 قشطه، في الثانيه اللي بعدها 50. ايه ده؟ ده معناه ان انا ثبت خلاص ما بتحركش. ليه؟ لان التايم بيعدي ومفيش تشينج في الديسبيسمنت، ده معناه ان انا ستاتيك، ان انا اتريست، ان انا واقف. يعني ده معناه ان الفيلوسيتي هنا بزيرو. ليه؟ بص كده، انا هنا مشيت قد ايه؟ ما مشيتش حاجه، انا كنت 50 وفضلت 50، يعني ده معناه ان مفيش ديسبيسمنت، يبقى مفيش فيلوسيتي. طب اسالك سؤال تاني،
اللي بيفهم، انت عارف ان السلوب هو الانجل ما بين الستريت لاين والاكس اكسس؟ طب هنا الانجل ما بين الستريت لاين والاكس اكسس زيرو. يبقى السلوب زيرو. طب ما السلوب بيعبر عن الفيلوسيتي. يبقى الفيلوسيتي بزيرو. قشطه. يبقى انا في الاربع او من الثانيه الرابعه للسته، ادينا اللون الجميل اللي احنا شغالين بيه. بص الفيلوسيتي ثابته بزيرو. طب هل في هنا اريا تحت الجراف؟ لا، ما انا واقف عند زيرو، ده معناه ان مفيش ديسبيسمنت، انا ما مشيتش ديسبيسمنت فوق. يبقى انا مشيت اول حاجه بسرعه ثابته، بعد كده سرعت، بعد كده فضلت واقف. وقفت قد ايه؟ وقفت ثانيتين. ركز على دي بقى بالله عليك يا اخي. بص دي كده، خلي بالك دي كده الانجل بوزيتيف، دي كده الانجل بوزيتيف. ركز في اللي جايه دي بالله عليك. وما انا عملت كده. احنا كده بنشطب. ها، ايه اللي حصل؟ بص كده، ادي المفروض الاكس اكسس اهي. بص الانجل دي بقى، الانجل دي بقت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بقت نيجاتيف. ده معناه ان ايه اللي حصل؟ انا عارف يا مستر ان الديسبيسمنت سكيلر ولا فيكتور. اقسم بالله فيكتور، يعني ليها ماجنتيود ودايركشن. مفيش حاجه اسمها ديستانس بالنيجاتيف، او مفيش حاجه اسمها ديسبيسمنت بالنيجاتيف. ده معناه ان الدايركشن اتعكس. يعني ايه اللي حصل؟ ركز كده بالله عليك في اللي حصل. انا بدات من هنا، في اول 3 ثواني السرعه ثابته، بعد كده زودت السرعه، بعد كده ايه اللي حصل؟ ركز بالله عليك. فضلت واقف ثانيتين. خد دي بقى، عكست الدايركشن، بدل ما كنت بمشي في دايركشن بقت بالنيجاتيف. ده معناه ان انا قمت لافف وشي، وقمت عامل ايه؟ قمت راجع تاني، ورجعت لنفس النقطه اللي بدات من عندها تاني. ليه؟ مش انا بادئ هنا من عند ديسبيسمنت بزيرو، خلصت بالنسبه للواي اكسس عند ديسبيسمنت بزيرو. ده معناه ان انا قمت عاكس وشي وقمت راجع تاني. قشطه. يبقى تاني، انا في اول 3 ثواني السرعه ثابته، بعد كده سرعت، بعد كده وقفت، بعد كده قمت لافف، بعد كده قمت راجع. ليه بقى؟ لان انا الديسبيسمنت هنا كده كانت 50، لما انزل شويه 30، لما انزل شويه 20، لما انزل شويه 10. ما هو بالنسبه للواي اكسس لما اوصل هنا يبقى زيرو. يبقى انا كنت بادئ من عند علامه اهي، اتحركت فالديسبيسمنت بتزيد، بعد كده لفيت ورجعت، عشان كده الديسبيسمنت بتقل. طب لو انا عايز احسب الفيلوسيتي هنا بما يرضي الله، بص كده، الديسبيسمنت هنا كام؟ زيرو. ما هي y2 minus y1 على x2 minus x1. طب هنا 50، يبقى 0 minus 50 تطلع نيجاتيف 50. في كام ثانية؟ بدأت من الستة خلصت عند الثمانية، يعني ثانيتين. يبقى نيجاتيف 50 على 2 يعني نيجاتيف 25. يبقى ده معناه ان انا لفيت وفضلت ماشي بفيلوسيتي ثابتة، الا وهي نيجاتيف 25. What is the meaning of negative؟ It's بيعبر عن الدايركشن، ان انا لفيت وشي وقمت راجع تاني. يبقى لو جيت ابص هنا، انا مشيت في الثانيتين دول 50 بس في نفس الدايركشن، ولا في عكس الدايركشن، والله العظيم في عكس الدايركشن. لما ابص كده السلوب ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ده معناه ان الفيلوسيتي بالنيجاتيف، ده معناه ان انا لفيت وقمت راجع تاني. طب حلو، ده معناه ان الفيلوسيتي هنا مالها؟ والله العظيم ثابته. ثابته بكام بقى؟ ثابته بنيجاتيف 25. طب لما اجي ارسمها، عشان كده انا بدات لك الحته دي وفي حته تحت بالنيجاتيف، دي ثابته عند نيجاتيف 25. تيجي هنا ادي الثانيه السابعه، الثانيه الثامنه، تلاقيك نزلت لتحت وفضلت ثابت بكام يا معلم؟ ب 25. ليه قفلت دي او ليه بعملها دوتت؟ لان انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. يبقى الجراف ده بيعبر عن ايه؟ الجراف ده بيعبر عن ان بني ادم بدا من عند النقطه دي. يعني انا بدات اهو من عند اول البور، قشطه، اتحركت اول 10 متر في ثانيه، ال10 اللي بعدها في ثانيه، ال10 اللي بعدها في ثانيه، بعد كده 20 في ثانيه. ففي الاول الفيلوسيتي ثابته، بعد كده زادت، بعد كده ثبتت، بعد كده فضلت واقف. ابص الثانيه الخامسه، الثانيه السادسه ما بتحركش، زهقت، قمت عامل ايه؟ قمت لافف. وبص بقى على الديسبيسمنت، قمت راجع ال 20، بعد كده رجعت 10 10 10 وقمت واقف. فده معناه ان انا رجعت لنفس البوزيشن اللي بدات من عنده تاني، صح؟ طب انت عارف الديسبيسمنت دلوقتي بكام؟ بزيرو. ليه؟ بص كده، انا بدات من عند العلامه دي، مشيت 50 متر، لفيت ورجعت نيجاتيف 50. ايه النيجاتيف 50 ده؟ انا فارض ان يعمل اليمين بوزيتيف، فلما رجعت او هاجي هنا واقول لك ان انا ماشي كده 50، طب وكده 50، طب ما دول يكنسلوا بعض، قمت تلاقي ان الديسبيسمنت دلوقتي بزيرو. طب بالله عليك لو قلت لك الديستانس، مش الديستانس سكيلر، يبقى 50 زائد 50 ما ملهاش دايركشن. يبقى لو انا جيت اتكلم على الديسبيسمنت تطلع زيرو، انما الديستانس تطلع 50 و50 يعني 100 متر. قشطه. قشطه. طب لو جيت ابص، مش انا مجمع ان الاريا دي هي الديسبيسمنت؟ طب ما تيجي تحسب لي الاريا دي بالله عليك. الحته دي بكام؟ ب 2.
طب والحته دي بنيجاتيف 25 قوم تطلع نيجاتيف 50 متر. يبقى لو جيت اجيب الديسبيسمنت كلها، مش دي كده اتفقنا ان هي بوزيتيف 50، دي نيجاتيف 50 تطلع بزيرو، ما هي الديسبيسمنت فيكتور. طب بالله عليك يا اخي لما اجي احسب السلوب بتاع الجزئيه دي، انا بادئ هنا اهي، ركز في اللي هعمله ده، انا خلاص خلصتها x1 y1، الاكس بتاعت النقطه دي ب 6، طب والواي والله العظيم ب 50. طب عشان اوصل للنقطه دي ادي x2 y2، الاكس ب 8، الواي انا عشان اوصل للنقطه دي مش مشيت في الاكس بس، يبقى الواي بزيرو، يبقى لما اجي اعمل y2 minus y1 يبقى 0 minus 50 over 8 minus 6 تطلع نيجاتيف 25 متر بير سكند. وتطلع الفيلوسيتي هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ وعهد الله الفيلوسيتي بتاعت حضرتك نيجاتيف، ده معناه ان انا عكست الدايركشن، لان النيجاتيف ده بيعبر عن الدايركشن. يبقى بالله عليك اول ما ابص على الجراف ده بحسب الاسلوب كام مره؟ سريعا مرتين، مره كفيزيكس مره ثانيه كماثيماتكس. بما يرضي الله يا اخي لا تركز كفيزيكس، ماليش دعوه بالارقام، انا بشوف مين على الواي اكسس مين على الاكس اكسس كفيزيكال كوانتيتي. طب كارقام ماليش دعوه بفيزيكال كوانتيتي. ابص كده في اول 3 ثواني السلوب ثابت، يبقى الانجل ثابته، يبقى الفيلوسيتي ثابته. في الثانيه الثالثه للرابعه الحته دي بالله عليك الانجل ثابته، الفيلوسيتي ثابته، السلوب ثابت. من 1 ل 2 ايه اللي حصل للسلوب؟ السلوب زاد فالفيلوسيتي زادت. طب في ثالث تايم انترفال ايه اللي حصل؟ التايم بيعدي والبوزيشن ما بيتغيرش، الديسبيسمنت ما بتزيدش، ده معناه ان انا فضلت ثابت. ابص على السلوب ده الاقي السلوب ده بزيرو، هنا السلوب بوزيتيف، هنا السلوب بوزيتيف، هنا السلوب زيرو. بعد كده في اخر تايم انترفال لقيت الديسبيسمنت بالنيجاتيف، ده معناه ان انا لفيت وقمت راجع وقوم الاقي السلوب بالنيجاتيف، ولما حسبت السلوب طلع بالنيجاتيف فعلا. يبقى الفيلوسيتي بالنيجاتيف. ايه اللي حصل؟ لفيت وقمت راجع لنفس البوزيشن اللي بدات من عنده تاني، ده معناه ان مفيش ديسبيسمنت. ليه؟ ما هي الشورتست ديستانس، انا بدات من هنا خلصت هنا، يبقى ساعتها الديسبيسمنت بزيرو. ليه؟ لان انا مشيت 50 لفيت ورجعت 50، كفيكتورز ال 50 تكنسل ال 50، انما كسكيلر 50 و50 يبقى الديستانس بميل، انما الديسبيسمنت بزيرو. بالله عليك اللي احنا عملناه دلوقتي ده كل افكار المسائل اللي ممكن تتخيلها واللي ما تتخيلهاش موجوده في اللي احنا عملناه، وانا وانت اتفقنا ان اللي انا عايزه يا هيطلع من السلوب ما طلعش، ثق فيا احسب الاريا اللي تحت الجراف. قشطه قشطه. تعال نرجع بقى للبرزنتيشن الجميله. لو عايز تصور صور عشان نخش على البرزنتيشن. بعد كده هنبتدي نمسك جزئيه جزئيه نحل عليها عشان تتضح الرؤيه. انا وانت اتفقنا نرجع تاني بقى ان انا عندي نوعين من انواع الفيلوسيتي، يا اما يونيفورم يا اما نون يونيفورم. اليونيفورم ان انا بمشي ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال. تعال نبص كده ونسمي الله. انا في اول ثانيه مشيت 10 متر، في الثانيه اللي بعدها 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 10 متر، ده معناه ان انا بمشي 10 متر في الثانيه. بالله عليك لو عايز ارسم جراف ما بين الديسبيسمنت والتايم هتطلع الانجل ثابته. ليه؟ ما هو السلوب كفيزيكس ديسبيسمنت على تايم، وانا وانت اتفقنا ان السلوب بنحسبه مرتين، بتكلم بسرعه عشان بنعيد، كفيزيكس وكماثيماتكس. كفيزيكس هي واي على اكس، عند مين على الواي اكسس ديسبيسمنت، عندك مين على الاكس اكسس تايم. كفيزيكال كوانتيتي يبقى بتعبر عن الفيلوسيتي. حلو. كماثيماتكس تعالى هنا، عند ال1 كانت دي 10، عند ال2 كانت 20، عند ال3 كانت 30. اسف دي 1 دي 2 دي 3 دي كانت 10 دي 20 دي 30. لما تحسب 10 على 1 تطلع ب 10، يبقى الفيلوسيتي او كماثيماتكس هي واي على اكس، وانا بادئ من الزيرو تطلع 10، يبقى الفيلوسيتي 10 متر بير سكند. اسالك سؤال، الاسلوب ده بيزيد بيقل ولا ثابت؟ وعهد الله ترد وتقول لي الاسلوب بتاع حضرتك ثابت، يبقى الفيلوسيتي ثابته. طب لو انا جيت هنا قلت لك ارسم لي جراف ما بين الفيلوسيتي والتايم، هتقول لي والله العظيم في طول الفتره دي الفيلوسيتي ثابته ب 10، يعني نكتبها هنا. طب ولو كملنا ما هيكمل زي ما هو كده عند الاربعه وهكذا اهي. لو انا جيت لحد الاربعه هيبقى فوق في كام؟ هيبقى فوق في 40. طب لو اديتك الجراف ده وطلبت منك الديسبيسمنت، هل فيلوسيتي على تايم تديك ديسبيسمنت؟ لا، احسب الاريا. الحته دي بكام؟ ب4، الحته دي ب10، يبقى 4 في 10 تطلع 40 متر، لان انا رسمت لحد ال 40. طب لو كملتها ل 50 هتطلع 50. يبقى بالله عليك دي كده اسمها يونيفورم فيلوسيتي. بص بقى في دياجرام بيترسم لها، الا وهو لو انا بني ادم واقف هنا وكمان شويه بقيت واقف هنا
كمان شويه هكون واقف هنا، كمان شويه هكون واقف هنا، والديستانس قد بعض، ونفس الكلام ايكوال تايم انترفال. يبقى لو عملتها كنقط يبقى نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا. ادي شكل الجراف او شكل الرسم بتاعك اللي بيعبر عن ان انا ماشي بيونيفورم فيلوسيتي ايكوال تايم انترفال في ايكوال ديسبيسمنت. طب بالله عليك النون يونيفورم هي ان الفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت بتمشي او انا ببقى بتحرك ان ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال. ركز كده على الكلام ده بالله عليك. بص كده، في اول ثانيه انا مشيت متر، في الثانيه اللي بعدها ركز كده مشيت 3 متر من 1 ل 4، في الثانيه اللي بعدها مشيت 5 متر، في الثانيه اللي بعدها انا مشيت 7 متر، في الثانيه اللي بعدها انا مشيت 9 متر. ده معنى ان انا بسرع ولا ببطئ ولا ثابت؟ وعد الله واضحه قوي ان انا بسرع. يبقى دي يونيفورم فيلوسيتي ولا نون يونيفورم فيلوسيتي؟ والله نون يونيفورم فيلوسيتي. تيجي نرسم. تعال، عند تايم ايكوال 0 كانت دي بزيرو، طب عند ال1 دي كانت ب1 اها، طب عند ال2 كانت ب4، بص 2 3 4، طب عند ال3 كانت ب9، طب عند ال4 كانت 16، يعني وليكن هنا ال 16. ولما تيجي تحسب تلاقي دي هنا، تلاقي دي هنا، تلاقي دي هنا، تلاقي دي هنا، تلاقي شكل الجراف بتاعك عامل كده. بس عشان راسمينه ايه؟ عشان ننجز. ابص بقى، وهنا بالله عليك يا اخي تشغل دي، السلوب هنا ثابت ولا بيتغير؟ ابص كده والله العظيم السلوب بيتغير. طب اسالك سؤال، السلوب بيزيد ولا بيقل؟ ركز كده لما بيبقى جراف والسلوب بيتغير مش ستريت لاين، فانا باخد اكن في تانجنت هنا، تانجنت هنا، تانجنت ده اللي هو مماس يعني، وبرسم كده واتفرج اها، ادي سيتا 1، ادي سيتا 2، ادي سيتا 3، ادي سيتا 4. ولما ابص على الانجل بالله عليك يا اخي الاقي سيتا 4 اكبر من سيتا 3، اكبر من سيتا 2، اكبر من سيتا 1. ده معناه ان السلوب بتاع 4 اكبر من السلوب بتاع 3، اكبر من السلوب بتاع الباقي. طب ما السلوب بيعبر عن فيلوسيتي ديسبيسمنت على تايم، يبقى فيلوسيتي 4 اكبر من فيلوسيتي 3، اكبر من فيلوسيتي 2، اكبر من فيلوسيتي 1. ده معناه ان الفيلوسيتي بتزيد، يبقى السلوب هنا والله بيزيد، يبقى الفيلوسيتي بتاعت حضرتك بتزيد. هل دي يونيفورم؟ لا دي نون يونيفورم. ليه؟ لان انا مشيت في ايكوال تايم انترفال نون ايكوال ديسبيسمنت. قشطه قشطه. ادي شكل الجراف لو الفيلوسيتي بتاعت حضرتك مالها يا معلم؟ والله العظيم بتزيد. لما ابص بقى كده هرسم جراف ما بين الفيلوسيتي والتايم يطلع شكله عامل كده. ليه؟ ما هو عند اول ثانيه مثلا مجازا ابص كده الاقيها ب1، عند الثانيه اللي بعدها مثلا تلاقيها مثلا لو ده يعني مش عايز نقول ارقام مثلا 2، تلاقي دي مثلا 3 مثلا، او خليها الفيلوسيتي هنا ب2 مثلا اهي، عند ال3 تلاقي الفيلوسيتي دي ب3، يعني مجازا بعيد عن الارقام دي هتلاقي ان الفيلوسيتي مع التايم بتزيد. قشطه قشطه. يبقى بالله عليك انا عندي نوعين من انواع الفيلوسيتي، يا اما يونيفورم يا اما نون يونيفورم. ادي شكل النون يونيفورم، والجراف ده معناه ان السلوب بيزيد يبقى الفيلوسيتي بتزيد. ركز كده في الجراف اللي هديهولك دلوقتي. بص كده ساعات يقوم عامل كده. ايه ده بقى؟ بالله عليك لا تركز. اول حاجه هنا كده لما ابص ده مش ستريت لاين فبترسم تانجنت. بص لي كده على الانجل دي، ادي سيتا 1، ادي سيتا 2، ادي سيتا 3، ادي سيتا 4. وما الاقي الانجل عماله بتقل، يبقى السلوب بيقل يبقى الفيلوسيتي بتقل. ده شكل الفيلوسيتي لما بتقل، ده شكل الفيلوسيتي لما بتكون بتزيد، والاثنين نون يونيفورم. هديك حته كده نتكلم عليها كمان شويه. هنا كده الفيلوسيتي مش ثابته، طب هنا الفيلوسيتي ثابته. فهنا طلعوا حاجتين، حاجه اسمها الفي انستانتينيوس، يعني عند لحظه معينه عايز عند اللحظه دي، فبحسب السلوب عند اللحظه دي بس. ليه؟ ما هو السلوب بيتغير من نقطه لنقطه ثانيه، يبقى الفي انستانتينيوس عند مومنت معينه، عند لحظه. طب لو عايز اجيب بقى الفيلوسيتي في الرحله كلها على بعض بنسميها افريج فيلوسيتي، وهنتكلم عليها كمان شويه. احنا كده خلصنا الدرس. طب ايه الافريج فيلوسيتي دي؟ تخيل كده لو انا راكب العربيه وطالع على اسكندريه، فايه اللي بيحصل؟ هقول لك مثلا انا عايز اعرف الافريج فيلوسيتي، هل طول ما انا ماشي في الرحله دي
السرعه بتاعتي ثابته ولا اكيد غيرتها؟ اكيد غيرتها. شويه دوست بنزين لقيت رادار قمت مهدي شويه، دخلت على الكارته فانت وقفت عايز تحط بنزين، رحت البنزينه فضلت ثابت لحد ما حطيت البنزين بتاعك، يبقى الفيلوسيتي مش ثابته، يبقى دي نون يونيفورم. صح. بقوم عامل ايه انا كسواق؟ عايز اعرف انا كنت ماشي تقريبا بسرعه كام، فبقوم قايل لك يقول لك انا اتحركت مثلا من هنا الساعه 9 وصلت هناك الساعه 11، فالتايم بتاع التريب كله على بعضه ساعتين. طب وبعدين بقول لك يا معلم الديسبيسمنت انا بدات مثلا من هنا وصلت لحد هناك فكلها على بعض مثلا كانت 180 كيلو، فعايز اجيب الافريج فيلوسيتي، حطيت الديسبيسمنت اللي مشيتها كلها على التايم اللي خدته كله، يبقى 180 على الاثنين تطلع 90 كيلو متر بير اور. يبقى ده معناه ان انا كنت تقريبا ماشي بافريج فيلوسيتي 90. ان انا عملت ايه؟ قلت لك هي التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم، يعني خدت التوتال الديسبيسمنت بتاعت الرحله كلها على توتال التايم بتاعك. ده لو انا بتكلم على الافريج فيلوسيتي. طب لو افريج سبيد يبقى التوتال ديستانس على التوتال تايم. انا عارف ان انا تقلت عليك والله، بس كان لازم اشربك الحته دي قوي، واحنا بنحل هتلاقي الموضوع بقى تافه. يلا بينا بقى نتكلم على كام كيس كده وبعد كده نقعد نحل. هي دي طرق حل. ابص كده اول جراف ده، بالله عليك انت بقيت عالمي دلوقتي. انا بحسب دايما السلوب كام مره؟ والله العظيم مرتين، مره كفيزيكس، مره ثانيه كماثيماتكس. كفيزيكس هو واي على اكس، عندي مين على الواي اكسس؟ ديسبيسمنت، على الاكس اكسس تايم، ديسبيسمنت على تايم دي فيلوسيتي. ابص بقى وبالله عليك يا اخي ده حصاد النص ساعه اللي فاتت. ابص على الانجل بتاعت ايه، بالله عليك لا تكبر بخاطري، الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ اقسم بالله ثابته. يبقى السلوب ثابت، يبقى فيلوسيتي ايه؟ ثابته. طب والانجل بتاعت بي، ابص كده الانجل ثابته، يبقى السلوب ثابت، يبقى فيلوسيتي بي ثابته، يبقى فيلوسيتي بي ثابته وايه ثابته. بس بالله عليك السلوب مين اكبر؟ انا واخد بالي ان السلوب ايه اكبر من بي. طب ما ده معناه ان فيلوسيتي ايه اكبر من فيلوسيتي بي، صح؟ يبقى كماثيماتكس معاك ارقام او انجلز لا، فمش هطلب منك حاجه. بس لو جيت قلت لك عايز ريشيو ما بين فيلوسيتي ايه على فيلوسيتي بي، انا عارف ان ايه اكبر من بي عشان الاسلوب ده اكبر من ده، يبقى ده مليون في المية جريتر ذان 1. قشطه. بص لي هنا بقى، هنا الاسلوب كفيزيكس خلاص ديسبيسمنت على تايم فيلوسيتي، مش هنقعد نحرق كتير. طب كماثيماتكس معاك ارقام ولا انجلز؟ انجلز. انت عارف ان الاسلوب ايكوال تان ثيتا. يبقى الاسلوب ايكوال تان ثيتا اللي هو بيعبر عن الفيلوسيتي. طب تبقى تان كام؟ تان 45. يبقى الفيلوسيتي ب 1 متر بير سكند. 245 ب1. ابص على الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ والله ثابته، يبقى الاسلوب ثابت. تعالى هنا الاسلوب كفيزيكس فيلوسيتي ديسبيسمنت على تايم. طب معايا ارقام، ابص كده بالله عليك الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ والله العظيم ثابته، يبقى الفيلوسيتي ثابته. يبقى لما اجي هنا واحسب الفيلوسيتي هي عباره عن ديسبيسمنت على تايم، صح؟ او احسب السلوب واي على اكس، يبقى 5 على 1 تطلع ب 5. طب 10 على 2 5، 15 على 3 5، 20 على 4 5. ما هي الفيلوسيتي بتاعت حضرتك ثابته. لو جيت ارسم جراف هنا ما بين الفيلوسيتي والتايم، بالله عليك يا اخي ايه اللي يحصل للجراف ده؟ الفيلوسيتي تفضل ثابته عند كام يا معلم؟ عند 5 متر بير سكند. تعال نسمي الله بقى ونتفرج. ادي يابا جراف 1، ادي جراف 2 3 4. اول حاجه لو جيت اتكلم على جراف 1 ده، بالله عليك يا اخي السلوب بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ ثابت، يبقى الفيلوسيتي ثابته. يبقى 1 ده الفيلوسيتي كونستنت يونيفورم. طب لو جيت ابص على 3، بالله عليك يا اخي لا تكبر بخاطر، ايه اللي بيحصل في 3؟ والله العظيم السلوب بزيرو، يعني الفيلوسيتي بزيرو، انا ثابت. حلو. طب لو جيت ابص على 2، السلوب بيتغير، يبقى الفيلوسيتي بتتغير لان السلوب كفيزيكس بيعبر عن الفيلوسيتي. طب الانجل بتزيد يبقى الفيلوسيتي بتزيد. ابص هنا بقى، طب بالله عليك يا اخي ده كده المنظر اللي انت شايفه قدام حضرتك ده ايه يا معلم اللي بيحصل للفيلوسيتي؟ او ايه الفرق ما بين ده وده؟ واضح ان ده بيزيد، يبقى ده الفيلوسيتي بتاعتك بتقل. طب لو انا جيت هنا وقمت عامل كده، بالله عليك هنا كده ده ستريت لاين، يبقى السلوب ماله ياض؟ السلوب والله العظيم ثابت، صح؟ يبقى الفيلوسيتي بتاعتك ثابته. بس ده لو دايركشن ده يبقى في الاوبوزيت دايركشن بتاعك. انا عارف ان انت زهقت مني وعارف ان انت شفت ان الموضوع صعب، بس والله انا ما بصعبلكش الدنيا، انا بديك كل التفاصيل اللي انت محتاجها وانت بتحل هتلاقي الموضوع بقى تافه. سمي الله كده وتعالى نتفرج. قال لي انهي جراف في دول بيعبر عن الديسبيسمنت والتايم بتاع moving with non uniform velocity؟
نون يونيفورم فيلوسيتي ابص كده ديسبيسمنت وتايم، يبقى السلوب بيعبر عن الفيلوسيتي لازم يبقى السلوب بيتغير. تعالى كده السلوب ده ثابت، السلوب ده ثابت. تعالى هنا انا ما بتحركش مفيش فيلوسيتي اصلا، هنا السلوب اتغير يبقى الفيلوسيتي اتغيرت. مات الكلام. بص الموضوع بقى تافه ازاي. اللي بعده قال لي في الاوبوزيت جراف ريبريزنت ذا ريليشن بتوين الديسبيسمنت والتايم لتو بودي A و B. قال لي بيتحركوا في ستريت لاين. عايز اعرف الريشيو ما بين فيلوسيتي A على فيلوسيتي B. ابص كده جراف ما بين الديسبيسمنت والتايم، فالسلوب كفيزيكس هو الفيلوسيتي، ما عنديش مشكله. ابص سلوب A ثابت B ثابت، يبقى فيلوسيتي A ثابته فيلوسيتي B ثابته، بس السلوب بتاع A اكبر من B يبقى فيلوسيتي A اكبر من فيلوسيتي B. يبقى لو انا جيت هنا هو الراجل عايز فيلوسيتي A على فيلوسيتي B، ده معناه انا عايز اجيب سلوب A على سلوب B. طب بالله عليك يا اخي معاك ارقام ولا انجلز؟ ارقام. يبقى لو جيت احسب السلوب بتاع A يبقى y2 minus y1 على x2 minus x1. طب لو جيت احسب السلوب بتاع B نفس الكلام. تعال نسمي اللعبه ونتفرج على ايه. الواي هنا بكام؟ 3D. طب والاكس بتي، طب عشان انا بادئ من الزيرو يبقى 3D على تي. حلو. طب بص لي على بي بقى بالله عليك، اهي وهي الواي ب 2D والاكس 3D. خلاص خلصت. تعال نبص بقى على جزء الماثيماتكس ده. سلوب A كان 3D على تي، طب وبي كان 2D على 3T. طب شيل دي مع دي، شيل دي مع دي، يتبقى 3 على 1 ب 3، وهنا 2 على 3. ماليش حد بيقول لي بقى ايه اشيل ال 3 مع ال 3، اكتبها زي ما هي على الكالكليتور تطلع 9 اوفر 2. او ده اللي تحت، احنا عندنا مقوله بتقول لك ان تحت اللي تحت يطلع فوق. واي اقول لك انا بص كده، لو دي 3 ودي 6 على 2 انت عالمي، 6 على 2 ب 3 و3 اهي تطلع 1. طب مش ده تحت اللي تحت طلعه فوق كده، يبقى 2 في 3 على 6. طب ما تبقى 6 على 6 بواحد. عشان كده بقول لك تحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى هطلع دي فوق، يبقى 3 في 3 ب 9 على 2. والريشيو ملهاش يونت. اللي بعده اداني جراف ما بين الفيلوسيتي والتايم. حلو. وطلب مني اعلى ديسبيسمنت. انا بفكر في السلوب واي على اكس، هل فيلوسيتي على تايم تديك الديسبيسمنت؟ لا. قلت لك ثق في اخوك ياض، احسب الاريا اللي تحت الجراف. لو جيت احسب الاريا اللي هنا هتبقى 2 في 1 ب 2، يبقى الديسبيسمنت هنا 2 متر. سمي الله. لو جيت احسب الاريا اللي هنا 2 في 2 يعني 4، يبقى الديسبيسمنت اللي هنا ب 4 متر. تعالى هنا انا مشيت دي كده 1 ودي 2، يبقى 1 في 2 تطلع 2، يبقى الديسبيسمنت هنا ب 2 متر. طب هنا الفيلوسيتي بزيرو ما اتحركتش. طب تعالى هنا دي تقريبا 1.5 ودي كمان 1.5، يبقى الاريا اللي هنا هتبقى 1.5 في 1.5 تطلع 2.25 متر. ما تقوليش بالله عليك 3، احسبها ايه. لما بص كده مين اكبر ديسبيسمنت اهو. شفت بقى ده فايده اللي احنا عملناه في الاول. فلو انت كملت معايا لحد هنا هتعرف ان احنا كنا بنعمل ايه من شويه. طيب لو انا عايز احلها بدماغي بص كده، هو ده كان ماشي بفيلوسيتي متر في الثانيه على الواي اكسس، مشي ثانيتين. ما حبيبي انا في الثانيه بمشي متر، لو مشيت ثانيتين همشي 2 متر اهي. طب هنا ماشي ب 2 متر في الثانيه الفيلوسيتي اهي. مشيت كام ثانيه؟ ثانيتين، وانا في الثانيه بمشي 2 متر، فده معناه ان في الثانيتين مشيت 4 متر. شوف العقل يا. طب هنا ماشي بفيلوسيتي 2 متر بير سكند، مشيت متر واحد بس يبقى مشيت 2 متر، وهكذا. يبقى لو انت فهمت هتلاقي الموضوع بقى تافه. بعد اذنك وقف وحل انت ده. قال لي في الاوبوزيت جراف ريبريزنت ذا ديسبيسمنت والتايم بتاع موفينج بودي. عايز اعرف الحركه دي يونيفورم ولا نون يونيفورم. اول حاجه السلوب كفيزيكس بيعبر عن الفيلوسيتي. ابص كده بالله عليك الانجل دي بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ والله ثابته، يبقى الفيلوسيتي ثابته يبقى يونيفورم. يبقى اجي هنا نون يونيفورم غلط. طب الفيلوسيتي بكام؟ احسب السلوب على طول بقى انت معلم، 20 على 2 تطلع 10، يبقى الفيلوسيتي بتاعتك ب 10 متر بير سكند ويونيفورم. والله العظيم الموضوع بقى تافه يعني. بص الجراف ده، الجراف ده مهم قوي. ليه؟ فكك من الكلام اللي فوق. انا هبص كده عندي هنا بارتكل اسمه ايه؟ اهو، وده ما بين الديسبيسمنت والتايم. ابص على الانجل بتاعته بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ والله ثابته، يبقى سلوب ايه ثابته، يعني فيلوسيتي ايه ثابته. حلو. طب عندي بارتكل تاني اسمه بي بيتحرك بص اهو. طب بالله عليك الانجل بتاعت بي برضه ثابته، يعني فيلوسيتي بي ثابته.
بس تعالى نقرا السؤال مع بعض. انا واحد فيهم بدا من ديسبيسمنت 0، واحد بدا من ديسبيسمنت نيجاتيف 50. يعني لو واحد فيهم واقف هنا، ده اللي هو بالنسبه لك ايه؟ ده عند الزيرو. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني قبلي بقد ايه؟ ب 50 متر. وده بيتحرك كده وده بيتحرك كده. وما بص كده الاقي الاثنين قابلوا بعض بعد 45 ثانيه تقريبا عند ال 175 متر. يعني الاثنين وصلوا لنفس الحته عند 175 متر. ده معناه ايه؟ بالله عليك مين اسرع؟ ده بادئ بدري وده بادئ متاخر، وده وصل لده. يبقى مليون في الميه الفيلوسيتي بتاعت اللي تحت اللي هو بيه ده اكيد كبير. طب لما وصلوا لنفس الحته، ده مش الحته دي بس اللي هي 175، ده مش 175 زائد ال 50، يبقى الديسبيسمنت هنا برضه كبير. يبقى ديسبيسمنت بي اكبر من ايه؟ وفيلوسيتي بي اكبر، بس يعني وفيلوسيتي بي اكبر من ايه؟ طب لو انا مش فاهم ده بالله عليك، بص دي الانجل بتاعت بي ودي الانجل بتاعت ايه. واضح قوي ان سيتا بي اكبر من سيتا بتاعت ايه، يبقى فيلوسيتي بي اكبر من فيلوسيتي ايه. والاثنين قابلوا بعض هنا، وبعد كده بي عداه، يبقى بي اسرع مليون مره. مش مليون مره، ده يعني رقم، يعني بي اسرع من ايه. هنا في اللي تشوز بيقول لك مين ماشي ديسبيسمنت اكبر، مين ماشي بفيلوسيتي اكبر، يبقى بي فيلوسيتي اكبر ديسبيسمنت اكبر. اللي بعده قال لي يابا في الاوبوزيت جراف كان الديسبيسمنت مع التايم. طب وبعدين قال لي بتاعت بادي بيتحرك في ستريت لاين في شويه تايم انترفلز. عايز اعرف الفيلوسيتي هتبقى نيجاتيف امتى. ابص كده، مش ده ديسبيسمنت وتايم؟ اول ما الاسلوب يبقى بالنيجاتيف تبقى الفيلوسيتي بالنيجاتيف. تعالى كده، ده كيرف يبقى باخد تانجنت. حلو. كل ده الانجل بالبوزيتيف، الانجل بالبوزيتيف، الانجل بالبوزيتيف. اول ما اوصل هنا بالله عليك الانجل بقت نيجاتيف، يبقى من تي 1 ل تي 2 وعهد الله نيجاتيف. طب من 2 ل 3 الديسبيسمنت ثابته، ده معناه ان الفيلوسيتي ثابته. يبقى في الاول بوزيتيف بعد كده نيجاتيف بعد كده بقت ثابته. بص لي على اللي بعده، قال لي عايز ريشيو ما بين فيلوسيتي ايه على فيلوسيتي بي. ابص الاسلوب كفيزيكس هو الفيلوسيتي، يبقى كماثيماتكس ابص معاك ارقام ولا انجلز؟ انجلز. يبقى على طول لو عايز فيلوسيتي ايه على فيلوسيتي بي انت بقيت مكنه خلاص، يبقى تان سيتا بتاعت ايه على تان سيتا بتاعت بي. طب تعالى كده، سيتا بتاعت ايه؟ خلي بالك دي كلها سيتا ايه اللي هي 30 و15 اللي هي 45، يبقى تان 45. طب وبي دي 30 يبقى تان 30، يبقى 1 على تان 30. يلا بينا، ده تان 45 ب 1 تطلع روت 3 والريشيو ملهاش يونت. تعال نسمي الله بقى ونتفرج على الجراف اللي قدامك ده. ده جراف ما بين الديسبيسمنت والتايم، صح؟ تعال نسمي الله بقى. بص كده، من ال بي اللي بيحصل السلوب ثابت والسلوب بوزيتيف، صح؟ يبقى الفيلوسيتي ثابته. طب من بي لسي السلوب بزيرو، يبقى الفيلوسيتي بزيرو. طب من سي لدي ابص كده بالله عليك وسمي الله، السلوب بقى نيجاتيف. حلو. طب والسلوب ثابت يبقى الفيلوسيتي برضه ثابته. حلو قوي. قال لي ايه؟ قال لي انا عايز اعرف الفيلوسيتي بتاعت الجيرل في تايم انترفال اي بي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو، يونيفورم ولا نون يونيفورم. الفيلوسيتي ثابته وبوزيتيف، خلاص يبقى بوزيتيف ويونيفورم. طيب عايز اعرف من بي لسي، من بي لسي والله العظيم بزيرو. طب من سي لدي، من سي لدي هي يونيفورم لان السلوب ثابت بس بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف ويونيفورم. طب اخر حته دي وفي هنا تركايه بقى رهيبه، انا عايز اعرف انهي جراف في دول بيعبر عن الريليشن ما بين الفيلوسيتي والتايم. فكك من اللي هو رسمه ده، تعالى نرسم مع بعض. ادي تايم ادي فيلوسيتي. انا لما ابص هنا انا عارف ان الفيلوسيتي هنا ثابته بالبوزيتيف اهي من ال بي. طب بعد كده من بي لسي بزيرو، قشطه قشطه. من سي لدي بقى بص كده في شويه حاجات لازم تاخد بالك منها. ان التايم ده انا مشيت دي كلها، يعني لو مثلا دي 50 متر فانا هنا كده مشيت ال 50 متر في الحته دي. بص بقى انا هنا نزلت ال 50 متر بس في حته اكبر منها، وكأن التايم زاد يبقى الفيلوسيتي قلت، يبقى اكيد الفيلوسيتي هنا قليله. طب لو جيت احسبها بالمنطق كدايركشن ده ماينس ده يديك رقم نيجاتيف، يبقى الفيلوسيتي هنا بالنيجاتيف وتبقى اقل بشويه من دي. بس هو هنا
قال لك حاجه مهمه قوي، عايز اعرف انهي جراف دول بيعبر عن الماجنتيود بتاع الفيلوسيتي، يعني عايز ماجنتيود بس مش عايز دايركشن. وكاني طالما مش هتكلم على ماجنتيود هطلع دي فوق، ان انا مش عايز دايركشن، انا عايز ماجنتيود. يطلع شكلها عامل كده. هل الفيلوسيتي هنا وهنا قد بعض؟ لا. طب هل الفيلوسيتي موجوده في النص بس؟ ده هنا بزيرو. تعالى هنا بزيرو ودي، بس دي اكبر من دي استحاله. طب تعالى كده، دي موجوده، دي بزيرو ودي اصغر من دي، هختار دي لان هو هنا طلب الماجنتيود بس مش الدايركشن. طب لو دايركشن لازم انزل دي لتحت. قشطه قشطه. يلا بينا. انا وانت اتفقنا ان انا عندي نوعين من انواع نون يونيفورم فيلوسيتي، يا اما انستنتينيوس يا اما افريج. الانستنتينيوس مالها يابا؟ بتبقى عند لحظه معينه. طب والافريج بتبقى في التوتال بتاعك. ادي الانستنتينيوس هو الديسبيسمنت عند مومنت والتايم عند نفس المومنت. انما الافريج والله العظيم عباره عن التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم. خلي بالك ده فيكتور فده كمان فيكتور. باجي هنا واخد التايم كله والديسبيسمنت كلها. يلا بينا، احنا خلاص خلصنا اللي جاي كله حل. بص المسائل دي قريبه قوي من الميكانكس، فبالله عليك ارسم عشان تجمع. قال لي في الاوبوزيت فيجر كان عندي بايك، عندي بتاعي مكنه ولا عجله مش فارقه. قال لي بدا من الريست بوزيشن عند بوينت A، يعني عند بوينت A اهي انا راكب العجله وواقف اهو. طب وبعدين قال لي وصل بوينت C بعد 80 ثانيه. وصلت لسي بعد كام ثانيه بالله عليك؟ قال لي 80 ثانيه. طب ابص كده، من ال سي كانت 600 متر، يبقى الديسبيسمنت ب 600 وناحيه اليمين. حلو. وبعد كده اداني جمله هنا توديني في داهيه. قال لي بعد ما وصل لسي لف ريتيرن باك، رجع لحد ما وصل لبوينت بي. ابص كده، بوينت بي دي كانت بتبعد 200 متر من سي، وعمل الكلام ده في تايم ايكوال كام سكند؟ 20 سكند. ادي هنا بوينت بي. حلو. خلي بالك بقى بالله عليك يا اخي، انا مشيت 600 كده، بعد كده رجعت 200. يبقى لو هتكلم على ديستانس ركز في دي، الديستانس كلها دي سكيلر، يعني ما يعتمدش دايركشن. يبقى 600 و200 تبقى 800. طب لو ديسبيسمنت، الديسبيسمنت هي الشورتست ديستانس الا وهي الحته دي، اللي هي تبقى بكام بقى يا معلم؟ دي كلها 600 دي 200، يبقى هنا 400. يبقى من حق اقول ان الديسبيسمنت والله العظيم ب 400. طب لو مش فاهم اقول لك كده، مش انا قلت 600 ناحيه اليمين وعندي 200 ناحيه الشمال؟ طب دول مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يعني اكني عملت 600 ناقص 200 يطلع 400، لان دي ايه يا ده فيكتور. اكن في كده كبوكس اهو، في 600 كده، في 200 كده، الريزلتنت تبقى بكام؟ تبقى ب 400 ومع الكبير. قشطه قشطه. تعال نسمي الله بقى ونشوف هو عايز ايه. قال لي انا عايز اعرف الافريج فيلوسيتي هي التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم من 0 ل 80. من 0 ل 80 يبقى في الجزئيه دي هنا كده انا ماشي في ستريت لاين، يعني الفيلوسيتي هي السبيد. الديسبيسمنت بكام؟ ب 600. طب والتايم ب 80. ودي تطلع 7.5 متر بير سكند. قشطه. يعني دول غلط. ركز بقى في اللي بعدها، اللي بعدها دي صايعه قوي. قال لي انا عايز في الرحله كلها وعايز يعرف الافريج فيلوسيتي. طب بالله عليك الفي افريج هي التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم. توتال تايم الرحله كلها انا مشيت كده 80 ثانيه كده 20 ثانيه، يعني كلها 100 ثانيه. الخطا بقى اللي ممكن تقع فيه ان تيجي هنا تحط لي دي 800. ليه؟ حبيبي انا عايز ديسبيسمنت لان دي فيلوسيتي، يبقى الديسبيسمنت بتاعتك بكام؟ والله العظيم ب 400. ما انا مشيت 600 بس رجعت 200، يبقى الريزلتنت كلها 400. مش دي الشورتست ديستانس؟ يبقى 400 تطلع 4 متر بير سكند. تيجي هنا خلاص خلصت. طب لو طلبت منك معلش، طلبت الافريج سبيد، طب ما دي هتبقى التوتال ديستانس. التوتال ديستانس ماليش دعوه بدايركشن. 600 و200 تبقى 800. طب والتوتال تايم 100. ودي يطلع 8 متر بير سكند. المشكله ان انت هتلاقيها موجوده 8، يعني هو ابن اللعيبه عارف انت هتغلط في ايه. ما قلت لك هم ده اللي بيعملوه، بيشوف انت تغلط في ايه ويقوم حاططها لك. يبقى بالله عليك لو هتكلم على الافريج فيلوسيتي فانا بتكلم على ديسبيسمنت فيكتور، انما الافريج سبيد بتكلم على ديستانس الا وهي سكيلر.
يلا بينا، يلا بينا. بص لي كده على السؤال ده، وبعد اذنك حاول توقف وتحله انت. اها. الراجل قال لي في الاوبوزيت فيجر كان عندي الباث بتاع بادي بدا اتس موشن من بوينت بي، يعني انا بدات من بوينت بي. حلو. ومشيت ده كله ووصلت لسي في قد ايه؟ في 4 ساعات، يعني التوتال تايم 4 hours. عايز ايه بقى؟ ابن اللعيبه طلب حاجتين، قال لي انا عايز اعرف الافريج فيلوسيتي. الفي افريج فوق ديسبيسمنت بالله عليك. التوتال تايم باربعه، 4 ساعات، واللي تشوز بالاور ما عنديش مشكله. الديسبيسمنت هناك بالكيلو، يبقى مش هحول لان اللي تشوز كيلو متر بير اور. طب بالله عليك انا مشيت كده مشيت كده مشيت كده مشيت كده مشيت كده، انا عايز الديسبيسمنت. طب ما هي شورتست ديستانس هي دي. طب اجيبها ازاي؟ بالله عليك دي كلها على بعض 7. حلو. دي 1 دي 2 يعني دي 3 من 7 يطلع 4 كيلو. بس 4 كيلو ناحيه الساوث صح عشان دي ديسبيسمنت، يبقى هنا كده التوتال ديسبيسمنت 4. 4 على 4 تطلع 1 متر بير سكند، بس ناحيه مين؟ ناحيه الساوث. يلا بينا اللي بعده. انا عايز اعرف الافريج سبيد. يا ابن اللعيبه دي تبقى ديسبيسمنت، يبقى الافريج سبيد التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم. التوتال تايم 4 ساعات. طب التوتال ديسبيسمنت انا كده مشيت 2 و2 4 1 5 3 8 15 5 يبقى 20 كيلو، يبقى 20 على 4 يطلع 5 كيلو متر بير اور. يبقى في فرق ما بين الفيلوسيتي والسبيد. احنا عاملين نلم حصاد الحصه كلها. تعال نبص على اخر فكرتين دول. وبالله عليك يعني يعني عايزك ما تحسسنيش ان انا بعقد لك الدنيا، انا بس اتكلمت معاك في تفاصيل مهمه قوي، وعهد الله لا تفيدنا لاخر السنه والاخر حياتك هتفهم معنى الحصه دي ومدى قوه الحصه دي ومدى قوه ابوك اللي واقف بيشرح. قال لك كان عندي كار موفينج ان ستريت لاين، يعني انا عندي عربيه، انا دايما احب ارسم اعتبرها ميكانكس ماشيه في ستريت لاين. حلو. في تايم ايكوال تي. قال لي الافريج فيلوسيتي كانت في، بعد كده اتحركت في تايم ايكوال تو تي، يعني من هنا لهنا اتحركت بقى في تايم ايكوال تو تي. قال لي ماشي بافريج فيلوسيتي، يبقى الفيلوسيتي الثانيه ب 2 في. عايز ايه يا متقار انت؟ جه هنا طلب مني الافريج فيلوسيتي في الرحله كلها. طب انا عارف ان الفي افريج هي عباره عن التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم، يعني ديسبيسمنت 1 بلس ديسبيسمنت 2 على تي 1 بلس تي 2 عشان فضلت ماشي في نفس الدايركشن. حلو. انا بص كده معايا تي 1 معايا تي 2، فلما اجي هنا اسمي الله تي 1 كانت بتي، تي 2 ب 2 تي، يعني اكن تحت عندي 3 تي. انا مشكلتي دلوقتي في الديسبيسمنت اجيبها ازاي؟ هتقول لي يا مستر انا عارف المثلث الجامد اهو دي في تي. قشطه. لو عايز الديسبيسمنت ما هي فيلوسيتي في تايم، يبقى تعالى هنا كده لو عايز اجيب ديسبيسمنت 1 فيلوسيتي في تايم يبقى في في تي. ركز في دي بالله عليك. ديسبيسمنت 2 في 2 في تي 2 يبقى 2 في في 2 تي الا وهي 4 في في تي. حلو. جبت دي 1 جبت دي 2 ما تقعدش تشرب بانجو. تعالى هنا يبقى دي 1 كانت بفي في تي بلس دي 2 كانت 4 في في تي، يبقى كلهم على بعض 5 في في تي. بص دي بقى اقدر اشيل التي مع التي يبقى 5 على 3 في. قشطه قشطه. ومجرد بس ما ايه بتحط رجلك كده بتلاقي الموضوع بقى كويس، فما تقلقش. تعال نسمي اللي بقى ونتفرج. قال لي كان عندي عربيه بتتحرك في ستريت رود طول الطريق 320 كيلو، يعني العربيه ماشيه على طريق اهو طول الطريق كله 320 كيلو. كان الراجل مسافر يعني. طب وبعدين قال لي it's covered 240 كيلومتر، يعني هي دلوقتي مشيت 240 كيلو من قد ايه؟ من 320. ده معناه ان متبقي قد ايه؟ 320 ناقص 240 يعني 80 كيلو. طب وبعدين يا معلم قال لي كانت ماشيه ل 240 كيلومتر
بافريج فيلوسيتي 75. يبقى الديسبيسمنت الاولانيه اهي، الفيلوسيتي اللي عندها كانت 75 كيلو متر بير اور. ما عنديش مشكله. قال لي بعد كده البنزين خلص فقام واقف، يبقى هو بعد ال 240 وقف في البنزين اهي، موبيل وقف في البنزينه دي قد ايه؟ 0.6 اور. يبقى في تايم هنا 0.6 اور، فضل مستني. حلو. بعدين ايه اللي حصل؟ قال لي حط البنزين يا معلم والدنيا جميله، كمل رحلته. كمل رحلته دي يعني متبقي له 80 كيلو. خدهم بفيلوستي، ما هو اكيد بقى يا باشا حط بنزين فدس بنزين وسرع، خدهم ب 100 كيلو متر بير اور. حلو. عايز ايه بقى؟ قال انا عايز اعرف الافريج فيلوستي في الرحله كلها. طب تعالى كده، انا عارف ان الفي افريج هي عباره عن التوتال ديسبيسمنت بلس التوتال تايم. هتقول لي يا مستر ليه انت حاطط 3 حاجات؟ اقول لك انا هنا في ديسبيسمنت في تايم، هنا في ديسبيسمنت في تايم. طب هنا انا فضلت واقف، يعني الديسبيسمنت بزيرو بس ستيل في تايم، التايم ده لازم يتحط. ما هو ده اللي انا قلته لك، لو جيت اجيب الافريج من هنا لحد ما اروح اسكندريه انا بزود بقى الوقت اللي خدته في البنزينه، باخد الوقت بتاع التوتال للرحله كلها. طب تعالى نسمي الله، انا عارف كده كده ان التوتال ديسبيسمنت الرحله كلها ما هي 320 كيلو اللي هي 80 و240، وانا كنت واقف ما عملتش حاجه. طب التوتال تايم بقى انا ما اعرفش غير التايم ده بس اللي انا فضلت واقفه هنا اللي هو ب 0.6 اور. فاضل لي التايم الاولاني والتايم الثاني. طب اجيب التايم ازاي؟ هتقول لي يا مستر المثلث الجامد دي في تي. لو عايز اجيب التايم هو ديسبيسمنت على فيلوسيتي، يبقى لو عايز اجيب التايم اللي هنا يبقى ديسبيسمنت 1 على فيلوسيتي. احول ولا ما احولش؟ دي كيلو متر، دي كيلو متر ودي اور، وهو كده كده عايز الافريج بالكيلو متر بير اور، يبقى ما احولش. تعالى كده الديسبيسمنت كانت 240، الفيلوسيتي كانت 75. تعالى نحسب ونشوف. يطلع 3.2 اور، يبقى انا قطعت على ان ده 3.2. طب وبعدين فاضل لي التايم اللي هنا اجيبه منين؟ ما هي نفس الكلام. لو عايز اجيب التايم اللي هنا تايم 3 او تايم 2 هي الديسبيسمنت اوفر الفيلوسيتي، يعني 80 على 100 ودي دي مع دي يطلع 0.8 اور. تعالى هنا ادي 0.8، حط لي براكت هنا تبقى 320 اوفر كل ده بلس بعض يبقى هنا 4 تطلع 4.6. يلا بينا يلا بينا 320 اوفر 4.6 تطلع ب 69.56 كيلو متر بير اور. قشطه قشطه. ادي يابا اللعبه بتاعتنا، شرحنا وحلينا. انا عارف ان انت حسيت ان الشرح صعب وخد مننا وقت كبير، بس انا عدت كتير قوي عشان تبقى مجمع كل جزئيه فيهم. اتمنى ان ربنا يكون وفقني ان انا اوصل لك المعلومه. والله انا ما بصعب عليك حاجه، بس وانت بتحل الواجب هتلاقي نفسك مرتاح، وانت داخل الحصه الجايه اللي احنا حاطين اساسها النهارده تلاقي حصه جايه صغيره قوي تيجي ان احنا اسسنا النهارده، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك والله العظيم سهل. ما تقلقش، الدنيا سهله، ما تحسسنيش بالذنب ان انا شرحت حاجات كتيره، بس يعني ده الضمير ربنا بيحتم عليا ان انا اقول لك كل حرف واديله تفاصيله. فاعذرني لو وقت الحصه طويل شويه، بالله عليك لو عندك حلم وهدف وبتحب الفيزيكس هتفهم اللي احنا قلناه النهارده ده. للاسف ده نتيجه ان انت ما خدتش فيزياء في اولى ثانوي، فحسيت ان الموضوع النهارده تقيل، وانا نتيجه لكده اسستك وحطيت جواك معلومات كتيره فالموضوع بقى تقيل عليك. بس اعذرني والله ما باليد حيله يا ابني، كان ممكن اخفف الدنيا شويه، اكيد كان ممكن اعمل ده، بس وصلنا لايه؟ ما وصلناش لحاجه. فكان لازم اسسك النهارده، هلم لك الدنيا كلها دلوقتي اللي احنا اتكلمنا عليه، ان انا اقدر اقسم اي فيزيكال كوانتيتي كسكيلر وفيكتور. سكيلر ماجنتيود بس، فيكتور ماجنتيود ودايركشن، زي الديستانس زي الديسبيسمنت زي السبيد زي الفيلوسيتي. عندي كام نوع من انواع الفيلوسيتي؟ يا اما يونيفورم يا اما نون يونيفورم. اليونيفورم بمشي ايكوال تايم او ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال، انما النون يونيفورم بمشي ان ايكوال ديسبيسمنت في ايكوال تايم انترفال او العكس. طب النون يونيفورم في منها كام نوع؟ في منها نوعين، يا اما انستنتينيوس عند لحظه معينه، يا اما افريج. الافريج هي التوتال ديسبيسمنت على التوتال تايم، وبالله عليك التوتال ديسبيسمنت ده فيكتور، يعني لو رحت ورجعت لنفس المكان تاني
بزيرو، انما التوتال ديستانس هروح وارجع بعمل الاثنين بلس لان دي سكيلر مش فيكتور. ده ملخص سريع اللي احنا قلناه النهارده. ولو انت فهمت الكلام ده خلاص ما تقلقش، ومش عايزك تتخض وانت قاعد بتحل، هتلاقي الموضوع سهل والله العظيم، بالذات وانت بتحل الشيت بتاع الوزاره هتفهم ليه انا كنت عمال اخش معاك في التفاصيل دي كلها. حقك عليا لو طولت، بس والله دي امانه ربنا هيشهدني عليها او ربنا هيحاسبني عليها، فانا بأبرئ ذمتي ان انا اديت ما علي وطلعت كل اللي عندي. ربنا يكرمكم، بحبكم في الله، والله والله انا فخور بدفعه السنه دي، فخور بالعقليات اللي عندكم، فخور باصراركم، فخور ان انتوا عايزين تعملوا حاجه، واحنا كده كده في ظهركم، احنا والتيم بتاعنا كله، وربنا معانا باذن الله قبل اي شيء. بحبكم في الله، اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.